بيبدأ المسلسل في كوريا الجنوبية مع جندي الأسطول البحري ستيف وهو في طريقه للسجن بعد ما قبض على المجرم المرتزقة أنتون هيس اللي بيطارده هو وأخوه فيكتور من 5 سنين. وفي طريقهم بتيجي لستيف مكالمة من أبوه، ولما بيرد بيتصدم إن اللي بيتكلم هو فيكتور أخو أنتون، وبيفهمه إن أبوه دلوقتي معاهم وبيأمروا يسلموا أنتون مقابل إنه يسيب أبوه. ووقتها أبو ستيف بيقول له إنه بيحبه وبيتأسف له إنه كذب عليه وبيطلب منه ما ينفذش طلبات المرتزقة، لكن ستيف مش بيفهم أبوه يقصد إيه وبيحذر فيكتور من اللي هو بيعمله. وفي الوقت ده بيقدر مساعدين فيكتور إنهم يحددوا مكان ستيف وأنتون، وفجأة بتظهر طيارة وبتضرب نار على العربية اللي فيها أنتون، فبينزل كل الجنود من العربية وبتدور معركة شرسة بينهم وبين المرتزقة. وبيستغل أنتون الفرصة وبيحاول يهرب، ولما بيلاحظ إن ستيف شافه بيبقى عايز يضرب عليه نار، بس ستيف بيبقى أسرع منه وبيضربه بالرصاص وبيخلص عليه. ولما فيكتور بيعرف إن أخوه اتوفى بيضرب أبو ستيف بالرصاص وبينهي حياته هو كمان، فبينهار ستيف من اللي حصل. ومع الوقت بنشوف ستيف بعد ما رجع لجزيرة هاواي، وهناك بتروح له محافظة المدينة جايمسون وبتعرفه إنها ممكن تساعده يلاقي فيكتور، وبتعرض عليه يكون فريق عمليات خاصة وهي هتوفر له الحصانة الكاملة وكل الفلوس اللي هيحتاجها. بس ستيف بيرفض عرضها، وبعدها بيروح يقابل شين اللي كان معاه في المدرسة الثانوي وبيسلم عليه، وبيفهمه شين إنه اشتغل ضابط مع أبوه من فترة بس حصلت مشكلة واضطر يستقيل. وبيرجع ستيف لبيته اللي حصلت فيه الجريمة وبيحاول يجمع أي دليل يساعده، وبيلاقي صندوق غريب جواه أدلة لقضية أبوه كان بيحقق فيها. وبيوصل الضابط داني لبيت ستيف علشان يحقق في القضية، وبيمنع ستيف إنه يقرب من الأدلة، فبيتصل ستيف بجايمسون وبيوافق على عرضها علشان يقدر يمسك القضية وتبقى معاه صلاحية لأي حاجة، وبياخد الأدلة وبيمشي. وتاني يوم داني بيروح لبيت ستيف وبيبلغه إنه ضمه للفريق بتاعه، وبيطلب منه يعرفه هو وصل لإيه في القضية. وبيبلغه داني إنه وصل لشخص اسمه دوران، وده يبقى تاجر الأسلحة اللي فيكتور بيتعامل معاه، فبيقرروا يروحوا له يمكن يبقى عارف مكان فيكتور. ولما بيوصلوا لبيت دوران بيطاردوه لحد ما بيجي داني من وراه وبيضربه بالنار وبيخلص عليه. وبيدخل ستيف يستكشف البيت، وهناك بيلاقي بنت آسيوية اسمها شينشي محتجزة عنده، وبيعرف إنها جت مع أهلها وشوية لاجئين لهاواي، بس دوران خدها تشتغل معاه بالقوة. وبيروح ستيف وداني يقابلوا شين وبيسألوه عن العصابات الصينية المسؤولة عن تهريب البشر، وده لأن ستيف شاكك إن فيكتور وصل لهاواي عن طريقهم. وبيعرفوا شين إنه قدم استقالته بعد ما الشرطة اتهمته إنه بياخد رشاوي وبيسرق منهم فلوس، وعشان كده مش هيعرف يساعده. بس ستيف بيقول له إنه واثق إنه ما عملش كده لأن أبوه كان بيثق فيه، وبيطلب منه ينضم لفريقه. وبيقرر شين إنه يوافق، وبيروحوا هما الثلاثة لشخص اسمه كاماكونا كان بيساعد شين وبيجيب له معلومات لما كان ظابط. وبيعرف منه شين إن الشخص المسؤول عن تهريب الناس في المدينة اسمه سانج، وأكيد هو اللي ساعد فيكتور علشان يوصل هاواي. وبتجيلهم فكرة ممكن تخليهم يقبضوا على سانج ويجبروه يوصلهم لفيكتور، فبيروحوا لكونه بنت عم شين، وبنعرف إنها راكبة أمواج وفي نفس الوقت هتتخرج من أكاديمية الشرطة قريب. وبيطلبوا منها تروح لسانج وتمثل عليه إنها عايزاه يهرب عيلتها من الصين، بس لما كونه بتروح لسانج بيشك فيها وبيصورها وبيبعت صورتها لشخص وبيعرف إنها من الشرطة. وساعتها ستيف وفريقه بيتدخلوا قبل ما سانج يأذيها وبيقبضوا عليه وبيستجوبوه لحد ما بيعرفوا إن فيكتور هيهرب على سفينة رايحة الصين تاني يوم. فبيروح ستيف مع داني للمينا، وهناك فيكتور بيحاول يهرب من ستيف بس ستيف بيطارده وبيضربه بالنار وبيقع فيكتور في المية. ومع الوقت بنشوف شخص راكب عربيته وبيكلم ابنه، وفجأة بتيجي عربية وبتخبطه وبينزل منها ناس معاهم أسلحة وبيهجموا على الشخص ده وبياخدوه معاهم. وفي نفس اليوم داني بيروح لستيف وبيبلغه إن غفر السواحل ما لقوش جثة فيكتور لحد دلوقتي. ووقتها بتيجي مكالمة لستيف علشان يحقق في قضية الشخص اللي تم احتجازه، وبنعرف إن الشخص ده اسمه رونالد وبيشتغل في وكالة أمن سرية، وإن اللي محتجزينه أكيد محتاجين منه معلومات سرية ممكن تهدد الأمن القومي. وبيروح ستيف مع فريقه لمكان الجريمة، وبيعرفوا إن آخر حد كلم رونالد هو ابنه إيفان. ولما بيقابلوا إيفان بيقول لهم إن أبوه شخص مسالم وما يعرفش لو كان ليه أعداء ولا لأ. وساعتها بتيجي ناتالي حبيبة رونالد وبتاخد إيفان علشان تخلي بالها منه. وبعدها شين بيفهمهم إن رونالد يوم الحادثة كان رايح لقاعدة القوات الجوية، فبيقرر ستيف إنه يروح مع داني للقاعدة يمكن يوصلوا لأي حاجة. وهناك بيعرفوا إن رونالد كان عنده معلومات بتهدد أمن الجزيرة وإنه كان رايح يبلغهم بيها. ولما شين بيراجع كاميرات الشارع اللي صورت الحادثة بيكتشف إن في واحد من العصابة اتجرح وهرب لمبنى جنب مكان الحادثة. فبيروح هو وداني وستيف للمبنى وبيلاقوه على السطح، وبياخد ستيف بصمته علشان يفحصها، وبيعرف إن اسمه سيرجاي وإنه بيشتغل مع عصابة متخصصة في السرقة. فبيقبضوا عليه وبيبعت شين صورة سيرجاي لكونه علشان تعرضها على إيفان
ايفان وتساله لو كان شافه قبل كده، بس ايفان بيفهمها انه ما يعرفوش. وبعد كده ستيف بيروح مع داني لبيت رونالد، وهناك بيلاقوا اوضه سريه فيها شاشات كتير وحاجات خاصه بالاختراق الالكتروني، ومش بيفهموا رونالد كان بيحاول يعمل ايه. فبيروحوا هما الاتنين لادم صاحب داني، وده لانه بيفهم في الاختراق وممكن يساعدهم. وبيعرفهم ادم ان رونالد قدر يشفر البنيه التحتيه للجزيره كلها عن طريق مفتاح تشفير يقدر بيه يخترق اي جهاز كمبيوتر للحكومه. وبعد شويه شين بيبلغ ان سيرجي بيشتغل مع عصابه كبيره، وبيوريهم شكل افراد العصابه، وبتبقى ناتالي من ضمن العصابه دي. وفي بيت رونالد كونو بتكتشف ان ناتالي من العصابه، وقبل ما تقبض عليها بتهاجمها ناتالي. وبيوصل زعيم العصابه للبيت وبيهدد ايفان بسلاحه وبياخده هو وكونو معاه. وفي الطريق ستيف بيكلم كونو وبيفهم من طريقتها انها في مشكله، وبيعرف يحدد مكانها. وبيكون رونالد موجود في نفس المكان اللي كونو فيه علشان ينفذ طلبات العصابه ويخترق رادار الطيارات، وده لانهم عايزين يهربوا شخص مهم من ورا الحكومه. وبيوصل ستيف مع فريقه للمكان وبيقتحموه، وبتدور حرب شرسه بينهم وبين العصابه لحد ما بيقدروا يتغلبوا عليهم وبيقبضوا على زعيمهم. وبسبب اللي حصل كونو مش بتلحق تروح حفله تخرجها، بس باقي الفريق بيعوضوها وبيحتفلوا هم بيها. وبعدها بنشوف داني مع بنته جريس وهم بيحضروا ماتش كوره ومعاهم باقي الفريق، وبنعرف ان داني منفصل عن زوجته ريتشل ومش بيشوف جريس بنته كتير. وهناك داني بيلاحظ وجود ناس معاهم اسلحه وبيصوبوا اسلحتهم على واحد من الملعب وبينهوا حياته. فبيطاردهم ستيف وفريقه وبيخلصوا على 2 منهم. وساعتها شين بيشوف ابن عمه سيد وهو بيهرب من الملعب، وبيستغرب ستيف لما بيعرف ان الشخصين اللي هم خلصوا عليهم كانوا مجرمين من عصابتين مختلفتين وهم سيمونز وترايدز. وفي نفس اليوم بيكتشفوا ان الشخص اللي المجرمين خلصوا عليه اسمه مانا، وانه يبقى عم واحد من اللاعبين اسمه جونيور. بعدها بيروح شين يقبض على سيد، وبيقدر ستيف انه يقبض على واحد من المجرمين اللي كانوا موجودين. ولما بيستجوبوا سيد بيعرفوا انه ضابط متخفي وفي مهمه سريه، وعشان كده انضم لعصابه سيمونز. وبيفهمهم سيد ان سيمونز هيهجموا على ترايدز قريب، وبيقول لهم على مكان ممكن يبداوا منه التحقيق. ولما ستيف وداني بيوصلوا للمكان بيلاقوا علب بيتزا كتير العصابه بتستخدمها علشان تهرب جواها اسلحه. فبيروحوا لمطعم البيتزا وبيهددوا صاحب المطعم وبيرموه في البحر وسط سمك القرش لحد ما بيعترف لهم بكل اللي يعرفه. وبيفهمهم انه بيشتغل مع واحد اسمه فرانك بيساعد عصابه سيمونز علشان يقضوا على الترايدز. وبيعرفهم ان فرانك هيوصل الجزيره بكره علشان يقعد مع زعيم سيمونز الجديد. وهنا بنكتشف ان فرانك يبقى زعيم عصابه بتشتغل في كل الممنوعات. فبيقرر الفريق انهم يخدعوه علشان يقبضوا عليه. وبتروح كونو تتكلم مع سيد وبتطلب منه يساعدهم يدخلوا الحفله اللي فرانك هيبقى موجود فيها تاني يوم. وفعلا تاني يوم داني وستيف بيقدروا يدخلوا الحفله عن طريق سيد. وبتدخل كونو وهي متنكره في لبس جرسونه وبيراقبهم شين من بره. وبعد شويه فرانك بيكتشف ان في اسمين دخلوا الحفله من غير دعوه، وبيؤمر رجالته بانهم ياخدوا سيد ويضربوه عشان يقول لهم مين الاتنين اللي سمح لهم بالدخول. فبيروح الفريق لمكان سيد وبيشتبكوا مع العصابه لحد ما بينقذوه. وبعدها بيجتمع الفريق وبيتفرجوا على ماتشات كوره قديمه ستيف كان بيلعبها. وبيقول لهم ستيف انه كان لابس تيشيرت عليه كلمه 5 شرطه او زي ما كان ابوه بينادي عليه هو وعيلته بالاسم ده. فبيعجبهم الاسم قوي وبيقرروا يسموا لفريقهم نفس الاسم. وتاني يوم ستيف بيروح يستقبل اخته ماري في المطار، وبيكون داني عند الدكتور علشان يكشف على رجله. ووقتها بيجي لهم خبر ان في مسجون مهم جدا هرب من السجن. فبيروحوا هما الاتنين لمكتب الفريق وبيقابلوا شين وكونو علشان يحققوا في الموضوع. وبيبلغهم شين ان اسم المسجون هو والتون، وبيعرفوا من كاميرات المراقبه ان في واحد من حراس السجن ساعده في الهروب. ولما بيستجوبوا الحارس بيعترف انه عمل كده مقابل الفلوس. وبعدها بيدخلوا السجن وبياخدوا معلومات من زميل والتون في الزنزانه، وبيعرفوا ان والتون شاف بنت اسمها دانا في التلفزيون فازت ب1,000,000 ورحله لهاواي هي وخطيبها. ومن وقتها وتصرفاته بقت غريبه. فبيجمع الفريق معلومات عن دانا وبيكتشفوا انها وصلت الصبح لهاواي مع خطيبها. وبيوصلوا لمكان الفندق اللي هم فيه، ولما بيروحوا للاوضه بتاعت دانا بيتفاجئوا انها مضروبه بالرصاص بس بتبقى لسه عايشه. اما خطيبها كريج فمش بيكون موجود. وبيعرفوا من كاميرات المراقبه ان والتون خد كريج معاه بعد ما ضرب دانا. ولما شين وكونو بيوصلوا لمكان العربيه اللي والتون هرب بيها بيشوفوا راجل لابس نفس اللبس اللي والتون كان لابسه، وكمان معاه تليفون والتون. ومن خلال التليفون بيعرفوا ان اخر 2 والتون كلمهم كانوا حبيبته صوفيا وشخص اسمه مكاني. وفي نفس اليوم بيقدروا يوصلوا لمكاني وبيعرفوا منه انه زور جواز سفر لوالتون باسم كارل. وبعدها ستيف وداني بيروحوا لصوفيا وبتفهمهم صوفيا انها ما تعرفش حاجه عن اللي حصل، وانها بس ساعدت والتون واديته العربيه بتاعتها. وبعد شويه
شوية بيقابلوا شين وبيبلغهم إن كريج كان صاحب والتون زمان وإنهم اشتركوا في عملية سرقة 5 مليون دولار، بس كريج وقتها هرب بالفلوس. وهنا بيخمنوا إن والتون كان بس مهتم بالفلوس بتاعته اللي مع كريج، وفي الوقت ده والتون كان مع كريج في العربية قدام البنك وبيهددوا بالمسدس علشان يسحب الفلوس اللي سرقوها مع بعض ويرجعها له. وبيقدر ستيف وفريقه إنهم يوصلوا لمكان والتون عن طريق العربية، ولما والتون بيشوفهم بيتوتر وبيضرب نار على كريج وبيحاول يهرب منهم، وبيوصل لطيارة هليكوبتر وبيهدد الطيار بالمسدس علشان يهربوا ويوصلوا للمطار. بس ستيف بيقدر يعرف مكانه عن طريق الأقمار الصناعية بمساعدة حبيبته كاثرين، وبيركب هو وشين طيارة هليكوبتر وبيطاردوا والتون، وبيخلص الوقود من الطيارة اللي والتون فيها وبتقع بيهم في الغابة. وبيتحرك ستيف وشين وراه في الغابة وبيقدروا يقبضوا عليه بعد ما بيضربوا نار ناحيته. ومع الوقت بتفوق دانا في المستشفى وبتفرح جدا لما بتعرف ان كريج لسه عايش وبتسامحه على اللي عمله زمان وبيرجعوا لبعض. ومع الوقت بنشوف مجموعة من الأطفال في رحلة بيتفرجوا على الأحياء المائية، وفجأة بتظهر جثة بنت قدام الموجودين، وبيتكلف فريق 5 شرطة أو بالتحقيق في اللي حصل، وبيعرفوا إن البنت اسمها أماندا. ولما بيقابلوا الطبيب الشرعي ماكس بيقول لهم إن في آثار كدمات على إيديها، ده غير وجود جرعة مخدر في دمها، فبيستنتجوا إن كان في حد محتجزها. وبيعرفوا إن البنت دي تبقى بنت السفير الأمريكي للفلبين ريفيس، وإنهم بيقضوا أجازتهم في هاواي، وإن أماندا كانت مع أختها روبن امبارح في حانة واختفوا بعدها. ولما بيروحوا لأهل أماندا بيفهمهم ريفيس إنه ملوش أعداء، وإنه دايما المكتب بتاعه كان بيستقبل عدد كبير من التهديدات وده الطبيعي. وبيخمن داني إن اللي حصل لبناتهم ممكن يبقى بسبب إن أمهم غنية مش أكتر. ووقتها شين بيلاحظ إن السفير وظف مستشار أمن من قريب اسمه أليسون وبيشك فيه وبيحس إنه وراه حاجة. وفي نفس اليوم ستيف بيعرف اسم الحانة اللي أماندا وروبن راحوها، ولما بيراجع الكاميرات بيشوفهم خارجين مع واحد من الحانة ومن بعدها اختفوا. وبيروح داني مع ستيف للحانة وهناك بيشوفوا نفس الولد وهو بيحط مخدر لبنت تانية، فبيلحقوه وبيقبضوا عليه. ولما بيستجوبوه بيقول لهم انه بياخد اوامر من شخص ما يعرفوش اسمه كانج بانه يخدر البنات ويوصلهم لعربيته مقابل فلوس. بعدها كونو بتروح مكان البنت اللي كانت هتتخدر وبتركب عربية كانج وبيمشي وراها ستيف وشين، وبتوصل كونو لمكان غريب مليان بنات كتير، وبنعرف ان العصابة بتحتجز البنات دي وبتخليهم يشتغلوا لحسابها بالقوة، بس روبن مش بتكون وسطهم. وفي الوقت ده ستيف والفريق بيقتحموا المكان وبيقبضوا على رئيسة العصابة، وبتعترف لهم انها سلمت روبن لشخص وقبضت الثمن لكن ما تعرفش مكانها، وبتديهم الرقم اللي كانت بتتواصل بيه مع الشخص ده. وبيكتشفوا ان الرقم ده اتصل بالسفير قبل كده وانه اكيد طلب فدية والسفير مرضاش يقول لهم علشان خايف على بنته. وبيستنتجوا ان أليسون عارف كل ده وبيعطل تحقيقات الشرطة علشان عملية التبادل تحصل من غير مشاكل. وبتقدر كونو توصل لهوية الشخص اللي امر رئيسة العصابة تسلمه روبن، وبيطلع عضو من اعضاء المعارضة في الفلبين اسمه كارلوس، وبيفهموا انهم مش محتجزين روبن علشان الفدية وانهم عايزين يستدرجوا السفير لاغراض سياسية. وبعد شوية بيعرفوا مكان السفير لما بيتعقبوا اشارة عربيته وبيروحوا للمكان اللي هو فيه، وبيشوفوا كارلوس وهو بيهدد السفير وبيطلب منه معلومات عسكرية سرية، وساعتها بيتدخلوا وبيتبادلوا ضرب النار مع مساعدين كارلوس وبينجحوا انهم ينقذوا السفير وبنت روبن وبيقبضوا على كارلوس وأليسون. وبعد فترة بيجي يوم مسابقة ركوب الأمواج في الجزيرة وبتشارك فيها كونو مع مدربها إيان اللي في نفس الوقت رئيس المسابقة. وأول ما إيان بيركب الموجة بيتصاب برصاصة في صدره بتنهي حياته، فبتتصدم كونو من اللي حصل وبتزعل جدا عليه. وبعدها بيجي ستيف مع الفريق علشان يحققوا في القضية وبيعرفهم إن دي مش رصاصة حظ وأكيد اللي ضربها قناص محترف. وبيكتشف داني إن كل المتسابقين ومدربينهم بيقيموا في الجزيرة من قبل المسابقة لحد ما تنتهي. وتاني يوم كونو بتروح تقابل كارلتون شريك إيان وبتسأله عن ابنه بن، وبيعرفها كارلتون إنه بقاله فترة ما تواصلش معاه. وفي نفس اليوم ستيف بيروح مع شين للمكان اللي اتضربت منه الرصاصة في الغابة، وبيفهموا شين إن الجزء ده من الغابة تابع لجماعة كابو، وبنعرف إنها عبارة عن قوة أمنية غير رسمية على الجزيرة بتحميها من السكان الغير محليين. فبيبحث شين عن أعضاء الجماعة اللي ليهم سجل إجرامي واحتمال يبقى ليهم علاقة باللي حصل، وبيتكلم مع داني وستيف وبيفهمهم إن في 2 من الجماعة ليهم سجل إجرامي اسمهم ليفي ودييجو. فبيروح ستيف وداني يتكلموا مع كاويكا رئيس الجماعة وبيطلبوا منه يساعدهم ويسلمهم ليفي ودييجو، ولما بيوصلوا لهم بيبقى عندهم حجة غياب وقت حادثة إيان فبيضطروا يسيبوهم يمشوا. ووقتها كونو بتروح تقابل بن ابن كارلتون وبيظهر إنهم أصحاب من زمان، وبيوريها بن المكان اللي عايش فيه بقاله سنة على الشط مع شوية من سكان الجزيرة، وبيقول لها إن في مشاكل بينه وبين أبوه إيان بسبب علاقتهم بأنشطة بتلوث الجزيرة.
وبالليل بيهجم على المكان ناس راكبين موتوسيكلات وبيولعوا في الخيم الموجوده، فبيطلع بين بندقيته وبيهددهم بيها، وبتقدر كونو انها تاخد رقم موتوسيكل من اللي هجموا عليهم، وبتشك في بين لما بتعرف ان معاه بندقيه وبتتهمه باللي حصل لايان، خصوصا ان بينهم مشاكل على الارض اللي بين عايش عليها، وبتزيد الشكوك حوالين بين اكتر لما بيعرفوا ان ايان كتب كل ثروته لبين من فتره. وبعدها شين بيقدر يوصل للمكان اللي الموتوسيكلات اتأجرت منه، وبيبلغ الباقيين ان ليفي ودييجو شغالين في نفس المكان، فبيروح لهم داني وستيف تاني، وبيكتشفوا ان اللي طلب منهم يهجموا على الخيم واحد اسمه راندل كان شغال مع كارلتون، ولما بيقبضوا على راندل بيلاقوا معاه سلاح الجريمه، وبيعترف لهم ان كارلتون هو اللي طلب منه يعمل كده في ايان، وبيظهر ان كارلتون اكتشف ان بين مش ابنه وانه ابن ايان، وبنعرف انه عمل كده في ايان علشان يلفق التهمه لبين ويخلص منهم هما الاتنين مره واحده، فبتقبض كونو عليه وبتاخد حق ايان، وبعدها طبعا بتعتذر لبين لانها شكت فيه. وبعد فتره بنشوف محققه اسمها لورا وهي رايحه لستيف وداني وبتبلغهم بقضيتهم الجديده، وبتحكي لهم ان في شخص اسمه جراهام خلص على مراته لورين، وبعدها هرب لحد ما وصل لسفينه حربيه قديمه وخد السياح اللي عليها كرهينه، وبتعرفهم ان كل طلباته هي ان الشرطه تلاقي الراجل اللي عمل كده في مراته لان هو بريء. وبنعرف ان عنده بنت من مراته اسمها ليلي، وان جيرانه بلغوا انهم شافوه الصبح قبل ما يهرب وهو في ايده آلة حادة وسمعوا صريخ جاي من بيته. وبيقرر ستيف انه يطلع على السفينه لوحده علشان يحاول يقنع جراهام يسيب الرهاين، وبيطلب من باقي الفريق انهم يحققوا في القضيه علشان لو كان في احتمال ان جراهام بريء. ولما ستيف بيوصل للسفينه بيلاقي القبطان مستخبي وبيعرف منه مكان جراهام، فبيشوفوا جراهام وبياخدوا كراهينه مع الباقيين، وبيعترف له ستيف انه ظابط وبيحاول يهديه ويتكلم معاه، وبيعرف منه ان مراته كانت من روسيا وانها غيرت اسمها قبل ما تهاجر وتتجوزه، وان ليلي تبقى بنت مراته بس لكن هو بيحبها جدا كانه ابوها. وبيحكي جراهام وبيقول انه خرج يتمشى جنب البيت الصبح ولما رجع لقى مراته فاقده حياتها. وبعدها ستيف بيقدر يوصل للآلة الحادة اللي مع جراهام وبيبعت البصمات للفريق علشان يفحصوها. وفي الوقت ده شين وداني بيروحوا لبيت جراهام وهناك بيلاقوا مفتاح صندوق ودايع ومذكرات مكتوبة بالروسي، فبياخدوها علشان يترجموها، وبيلاقوا كمان أدوية نفسية كتير وبيستنتجوا إن جراهام مريض نفسي. ولما بيتواصلوا مع الدكتورة بتاعته بيعرفوا إنه كان بيعاني من انفصام في الشخصية وده بيخليهم يشكوا فيه أكتر. وفي نفس اليوم كونو بتروح تتكلم مع ليلي وبتخرج معاها، وفجأة ليلي بتشوف شخص جاي عليهم وبتخاف وبتصرخ، ولما كونو بتحاول تقبض عليه بتظهر ناس وبياخدوا ليلي وبيهربوا مع الشخص ده. وبعد شوية داني بيبلغ ستيف إنهم ما قدروش يتعرفوا على البصمات اللي بعتها، وبكده في احتمال إن جراهام بيقول الحقيقة. ولما باقي الفريق بيترجم المذكرات بيعرفوا إن لورين كانت متجوزة من واحد اسمه إيجور في روسيا، وإنها هربت منه لأنه كان بيضربها وبيعاملها وحش، وإن ده يبقى أبو ليلي الحقيقي. وبتشوف كونو صورته وبتقول لهم إن ده الشخص اللي ليلي صرخت لما شافته، وبيعرفوا إنه حجز طيارة وهيسافر كمان نص ساعة، فبيروحوا علشان يلحقوه وبينجحوا إنهم يقبضوا عليه وبياخدوا منه ليلي. وفي الوقت ده ستيف بيقدر يحرر الرهاين وبيبلغ جراهام إن فريقه عرف إن إيجور هو المتهم، بس جراهام مش بيصدقه لأنه فاكر إن إيجور متوفي وبيهدده بمسدسه، لكن ستيف بيقدر يهزمه وبيقبض عليه. وبيفرح جراهام جدا لما بيشوف ليلي وبيقول لها إنه هيبعد عنها فترة وهيرجع لها تاني. وبعد فترة بنشوف داني وهو بيقضي وقت مع جريس، وبتروح له إيمي مرات صاحبه ميكا وهي منهارة، وبتبلغوا إنهم لقوا جثة ميكا امبارح بعد ما اتحرقت وما كانوش قادرين يتعرفوا عليها، وبتطلب منه يحقق في اللي حصل. وبنعرف إن ميكا اتصاب برصاصتين في صدره، وبعدين اللي عمل كده حرق جثته وحط بادج الشرطة في بقه. فبيستنتج الفريق إن في حد عايز يوصل رسالة معينة عن طريق ميكا، وممكن يبقى ده بسبب قضية ميكا كان شغال عليها. وبيروح داني وستيف للضابط كيج اللي بيحقق في قضية ميكا، وبيعرفوا منه إن ميكا كان متهم بإنه ضابط فاسد، فبيتعصب داني ومش بيصدق إن ميكا ممكن يعمل كده. وبعد كده بيروح مع ستيف للمركز اللي ميكا كان شغال فيه وبيقابلوا الضابط كاليو، وبيبلغهم إن ميكا كان بيجمع معلومات عن عصابة أتشو اللي بيتاجروا في الممنوعات. وبيتأكد الفريق من كلام كاليو، وبيعرفوا إن في جرائم كتير حصلت لضباط من فترة وإن المسؤول عنها كان إيميليو أتشو رئيس العصابة، وبيقدروا يوصلوا لإيميليو عن طريق مهرب بيشتغل معاه. وبيكتشفوا منه إن في ضابط في شرطة هاواي بيساعد إيميليو في عمليات التهريب. وهنا ستيف بيبدأ يشك في ميكا، خصوصا لما بيعرف إنه كان هيسافر سنغافورة من غير ما حد يعرف، وإن في حساب بنك في سنغافورة بيتحول له فلوس من جماعة أتشوا. لكن داني بيصمم إن ميكا بريء وإنه ممكن كان هيسافر علشان يعرف مين صاحب الحساب. وبعد شوية داني بيروح للسجن وبيقابل سانج اللي كان شغال مع فيكتور وقبضوا عليه قبل كده، وبيسأله هو عارف منين إن كونو بتشتغل مع الشرطة
الشرطة لما راحت له، وبيحاول يعرف لو كان ميكا هو اللي بلغه. وبيتفق داني مع سانج انه لو قال له مين الضابط الفاسد هيخرجه يشوف مراته وابنه بره السجن. وبعدها بيتجمع الفريق ومعاهم كاليو علشان يقبضوا على إيميليو، وبيشتبكوا مع رجالته وبيطردوه، وبيضربوا كاليو بالرصاص وبيخلص عليه، وبيقول لهم ان إيميليو هدده بالمسدس فاضطر يعمل كده. بس الفريق بيكتشف ان الرصاصتين اللي اتضربوا على إيميليو كانوا من نفس عيار السلاح اللي ضرب نار على ميكا، وبيشكوا كلهم في كاليو. وبيتأكدوا من الشك ده لما سانج بيعترف ان كاليو هو الضابط اللي كان بيديله معلومات. وساعتها بيقبضوا على كاليو، وبيروح داني مع سانج علشان يقابل مراته وابنه. ومع الوقت لورا بتكلف الفريق بالتحقيق في قضية الدبلوماسي ديفيد، وبنعرف ان في واحدة خلصت عليه لما كانت معاه في مطعم الفندق اللي هو قاعد فيه، وان ديفيد كان ليه علاقة بالجنرال باك اللي هيزور هاواي قريب علشان يحضر مؤتمر القمة. لكن كتير من المواطنين مش بيبقوا مرحبين بزيارة الجنرال بسبب تصرفاته المؤذية هو وجنوده تجاه شعبه. وبتحصل مظاهرات في الجزيرة بتطالب بعدم استقبال باك، وبيكون في ناس كمان بتطالب بإنهاء حياته. وبيقول توم رئيس مؤتمر القمة للفريق إن ديفيد كلمه قبل الحادثة بفترة قليلة وكان عايز يقول له معلومات مهمة تخص إنهاء حياة الجنرال. ووقتها ستيف بيشوف صاحبه نيك اللي خدم معاه في أفغانستان، وبيعرف إنه من ضمن طقم الحراسة اللي هيأمنه الجنرال. وفي نفس اليوم الفريق بيقدر يوصل لصورة الست اللي كانت مع ديفيد، وبيعرفوا رقم العربية اللي كانت راكباها وبيحددوا مكانها. ولما بيوصلوا للبيت اللي العربية موجود عنده بيلاقوا فيه أسلحة، وبعدها بيشوفوا جثة صاحبة البيت جوه التلاجة. فبيفهموا إن المتهمة خلصت على صاحبة البيت وقعدت في بيتها. وبيقدر داني إنه يوصل لمكان نشان الشخص اللي نظم المظاهرات ضد الجنرال، وبيروحوا يقبضوا عليه. وبيبلغوا من نشان إنه مش عايز يخلص على الجنرال، بالعكس هو عايزه يتحاكم ويتسجن بسبب جرايمه. وبعد شوية بيوصل للفريق ملف الست اللي خلصت على ديفيد، ولما بيطلعوا عليه بيعرفوا إن اسمها إريكا، وإنها من المرتزقة اللي بينهوا حياة الناس مقابل الفلوس. وتاني يوم بيقدروا يوصلوا لها وبيطردوها علشان يقبضوا عليها، بس فجأة بتظهر عربية وبتخبطها وبتنهي حياتها. وبعد ساعة بيوصل الجنرال مع عيلته للجزيرة، وبيروح الفريق مع مجموعة نيك يستقبلوه ويأمنوه. وفي الطريق بتجيلهم معلومة إن إريكا بعد ما خلصت على ديفيد كلمت نيك فورا. فبيفهم ستيف إن نيك متورط في الجريمة، وبيقدر يهرب من نيك ومجموعته، وبياخد الجنرال وعيلته لبيته. وبعدها بيطلب دعم الشرطة قبل ما نيك يعرف مكانهم ويوصل لهم. وساعتها الجنرال بيقول لهم إنه ندمان على كل اللي عمله، وإنه جه الجزيرة علشان يعترف بكل حاجة ويطلب اللجوء السياسي. وبالليل ستيف بيكتشف إن نيك وصل للبيت ومفيش دعم جه يساعدهم، وبيفهم إن نيك اخترق موبايلاتهم ووصلها بأجهزته. وبكده يبقى ستيف كلم مجموعة نيك بدل الدعم. وبيتكلم نيك مع ستيف وبيفهمه إنه عمل كده مقابل 5 مليون دولار، وبيطلب منه يسلمه الجنرال من غير أي خسائر في الأرواح. لكن ستيف بيرفض. وفي الوقت ده بتدور حرب شرسة بين الفريق ومجموعة نيك، وبيتبادلوا إطلاق النار. وبيقدر ستيف إنه يتغلب على نيك وبيخلص عليه، وبينجح الفريق إنه يحافظ على حياة الجنرال. وبعد فترة بنشوف شين وهو عند ستيف في بيته، وبيوري له ستيف أدلة القضية اللي أبوه كان شغال عليها يمكن يقدر يساعده. وبتبقى عبارة عن مجموعة صور لعربية متفجرة وأسماء ناس في عصابة ياكوزا ومفتاح ما يعرفش هيستخدمه في إيه. وبيفهموا شين إن في رقم على ورقة ممكن يبقى رقم ملف قضية في المركز، وهيحاول يساعده إنه يلاقيها. بعدها بتبلغهم كونو بقضيتهم الجديدة، وبتحكي لهم عن بنت اسمها إريكا كانت بتقضي شهر العسل على الجزيرة مع جوزها جيك. وفجأة لما صحيت من النوم لقت نفسها مربوطة في أوضة برد وضلمة ومش فاكرة أي حاجة، وقدرت تهرب منها بصعوبة. وجيك جوزها مختفي لحد دلوقتي. ولما الفريق بيقابل نانسي أم جيك بتعرفهم إن إريكا أكيد هي اللي عملت كده واتخلصت من ابنها علشان تورثه. فبيشكوا في إريكا خصوصا بعد ما بيعرفوا إن عليها ديون كتير، بس إريكا بتنكر كل ده وبتقول إنها مستحيل تأذي جيك. وبعدها شين بيروح مع كونو لأوضة الفندق اللي الزوجين كانوا قاعدين فيها، وبيلاقوا فتحة بتسرب غاز جاية من الأوضة اللي جنبهم. ولما بيدخلوا الأوضة بيلاقوا جواها جثة جيك، وبيشرح ماكس الجثة وبيعرفهم إن في جرائم كتير حصلت بنفس الطريقة عن طريق تخدير العرسان واحتجاز الزوجة. فبيفهم شين إنهم بيدوروا على مجرم متسلسل وبيحاولوا يعرفوا هوية الضحية الجديدة. ولما بيراجعوا صور جيك وإريكا بيلاحظوا إن في شخص موجود في أغلب الصور، وبيعرفوا إن اسمه ماتينسكي وإنه موجود دلوقتي على سفينة سياحية. وبيكتشفوا كمان إن من سنتين ماتينسكي كان هيتجوز بنت اسمها ناتالي، بس هي سابته يوم الفرح، وبعدها بشهرين ناتالي اختفت. فبيخمنوا إن ماتينسكي عمل فيها زي باقي ضحاياه. وبعد كده ستيف وداني بيوصلوا للسفينة وبيدخلوا أوضة ماتينسكي، وهناك بيلاقوا قائمة بأسماء ضحاياه وبيعرفوا هوية الضحية الجديدة. ووقتها ماتينسكي بيحس إن في حد بيراقبه وبيهرب من السفينة علشان ينفذ جريمته اللي عليها الدور. وبيوصل لعرسان جداد في الفندق
وبيقدر يخدر الزوجة وياخدها معاه في عربيته ويهرب. وفي نفس الوقت بيشوفوا ستيف وبيطارده لحد ما بيوصل لجبل في الغابة، وبينزل ماتينسكي من العربية وبيهدد البنت بأداة حادة، بس ستيف بيقدر يضرب عليه نار وبيقع ماتينسكي من فوق الجبل. وبكده يبقى الفريق قدر يثبت براءة إريكا. وبيروح شين لستيف وبيبلغه انه دور على ملف القضية اللي ابوه كان بيحقق فيها بس ما لقاهوش. ولما بيبلغه بالميعاد اللي القضية اتفتحت فيه زمان بيستغرب ستيف لان ده نفس تاريخ حادثة العربية بتاعت امه. وبيقول له شين انها ما كانتش حادثة عادية، دي كانت جريمة انهت حياة امه بفعل فاعل. ومع الوقت الفريق بيستلم التحقيق في جريمة انهاء حياة تاجر اسلحة اسمه لوثر، وبيكتشفوا ان لوثر في حد احتجزه وضغط عليه علشان اكيد كان محتاج منه معلومات، وبعدين ضربوا رصاصتين خلصوا عليه ورموه في البحر. وبتقدر كونو انها توصل للمكان اللي حصلت فيه الجريمة وبتراجع كاميرات المراقبة. وبيتفاجئ ستيف لما بيشوف فيكتور مع لوثر في الكاميرات وبيتأكد انه لسه عايش. فبيروح داني وستيف للسجن علشان يقابلوا سانج وبيسألوه عن مكان فيكتور، وبيأكد لهم سانج انه ما يعرفش مكانه بس يعرف الشخص اللي كان بيساعد فيكتور على الجزيرة وبيبقى اسمه كيشي. وبيفهمهم ان كيشي مش هيوافق يقابلهم من غير ما هو يبقى معاهم، فبيضطروا انهم يخرجوه من السجن وبيركبوا له جهاز تعقب علشان يعرفوا يقابلوا كيشي. ولما بيروحوا له بيقول لهم على عنوان الحانة اللي فيكتور بيروحها، وبيوصلوا للحانة وبيسيبوا سانج في العربية. وهناك ستيف بيشوف فيكتور وبيطارده، لكن بيظهر ان سانج حرر نفسه وراح لفيكتور وهربوا مع بعض. ولما ستيف بيعرف مكانهم بيكلم شين لانه قريب منهم وبيطلب منه يسبقوا على هناك. بس فجأة لما شين بيوصل بيظهر حد من وراه وبيضربه على راسه. وتاني يوم بنشوف شين في وسط شارع وعلى رقبته قنبلة هتنفجر لو اتحرك. وساعتها فيكتور بيتصل بستيف وبيطلب منه يأمن له طريق يخرج بيه من الجزيرة و10 مليون دولار. وبعدها داني بيكلم جايمسون وبيبلغها بمطالب فيكتور، بس هي بتعرفه انها ما تقدرش تدفع المبلغ ده من خزنة الدولة علشان تتفاوض مع مرتزقة. فبيقرر ستيف وكونو انهم يسرقوا المبلغ من خزنة المدخرات بتاعة الشرطة ويرجعوها تاني لما يقبضوا على فيكتور. وبيروح ستيف للخزنة وبيقدر ياخد الفلوس منها وبيهرب مع كونو من المكان بسرعة. وبعد كده بيروحوا للمكان اللي هيقابلوا فيه فيكتور، وبتنزل كونو من العربية قبل ما فيكتور يشوفها. ووقتها ستيف بيوصل لفيكتور وبيسلمه الفلوس. وفجأة فيكتور بياخد الفلوس وبيحرقها وبيفهمه انه ما كانش محتاج فلوس وانه بس كان عايز يستدرجه لعنده ويخلص على شين قدام عينه. بس قبل ما فيكتور يضغط على زرار التفجير بتضربه كونو بالرصاص وبيهجم عليه ستيف وبيضربه وبيعطل جهاز التفجير وبيقبض على فيكتور وبيسجنه. وفي السجن فيكتور بتجيله زيارة من شخص اسمه وفات وبيسأله لو كان ستيف عارف حقيقة القضية اللي أبوه كان بيحقق فيها، وبيفهمه فيكتور إنه قرب من الحقيقة. فبيتعصب وفات جدا وبيظهر عليه إنه عايز يتخلص من ستيف. وبعد اللي حصل بكام يوم بيصحى ستيف من النوم لأنه حس بوجود حد في بيته وبيروح يشوف إيه اللي بيحصل. ووقتها بيلاقي شخص بيحاول يسرق الصندوق اللي أبوه سابهوله، وبيظهر شخص تاني من ظهر ستيف وبيصعقه بالكهرباء لحد ما بيفقدوا الوعي. وتاني يوم بيروح باقي الفريق لستيف يطمنوا عليه، وبيعرفهم ستيف ان اللي كانوا موجودين 3 اشخاص محترفين وانهم دخلوا البيت من غير ما جهاز الانذار يرن. وبيفهمهم انهم خدوا الصندوق الخاص بتحقيقات ابوه، وبيستغرب لان محدش يعرف موضوع التحقيق غيرهم. بس بيفتكر ان اخته ماري تعرف الموضوع فبيقلق عليها وبيروح لها البيت مع داني. وهناك البيت بيبقى في حالة فوضى وفي اثار دم على الارض، فبيفهموا ان في حد اقتحم البيت وخد ماري. وبعدها ماري بتتصل بستيف وبيقدر شين انه يحدد موقعها، فبيروح ستيف وداني ينقذوها وبيخلصوا على المجرمين اللي احتجزوها. وساعتها ماري بتفهم ستيف انها عرفت حقيقة حادثة امهم وانها كلمت الشرطة علشان تبلغ بس محدش ساعدها. وبتعرفوا انها راحت تقابل جارهم موما وعرفت منه ان قبل حادثة امهم كان في ضابط بيفحص العربية وما كانش عايز حد يشوفه، واكيد هو اللي حط القنبلة في عربية ابوهم. وبتعرف ستيف ان اللي اتهجموا عليها كانوا 3 اشخاص وانها صورت كل الادلة اللي في الصندوق التحقيقات لما كانت عنده في البيت. وبعدها الفريق بيقدر يحدد المكان اللي بيتجمع فيه المجرمين اللي احتجزوا ماري مع اصحابهم. ولما بيوصلوا لهناك بيقبضوا على الشخص الثالث اللي اتهجم على ماري وبيفحصوا موبايله وبيعرفوا ان اخر حد كلمه هو رجل الاعمال هيرو نيشوموري. وبيتفاجئ ستيف لما بيسمع اسم رجل الاعمال ده لان كل ما بيحل لغز من تحقيق ابوه بيلاقي جواه نفس الاسم. وبيفهم ان ابوه لما كان بيجمع معلومات عن عصابة ياكوزا عرف ان هيرو هو رئيس العصابة في هاواي. ووقتها هيرو استخدم نفوذه وحاول يفجر عربية ابو ستيف، ويومها امه هي اللي كانت سايقة العربية. ولما الموضوع اتفتح تاني وماري بلغت هيرو حاول يتخلص منها. وفي نفس اليوم ستيف بيروح يقابل هيرو وبيفهمه انه عرف كل حاجة وبيهدده انه هيثبت كل اللي حصل وهيقبض عليه. وفي الوقت ده بتوصل جايمسون للمكان لان عندها ميعاد مع هيرو وبتقول لستيف انه من رجال الاعمال المحترمين. وبعدها بتروح لستيف المكتب
وبيعرفها كل حاجة وصل لها. فبتنصحه جيمسون إنه لازم يبقى معاه دليل قوي قبل ما يتهم هيرو. فبيجمع ستيف كل المعلومات الخاصة بنيشيموري، وبيعرف إن في ضابط كان شغال وقت حادثة أمه اسمه كوجي نيشيموري، وده يبقى أخو هيرو. فبياخد ستيف صورة كوجي وبيعرضها على موما يمكن يتعرف عليه. ووقتها كونو بتتصل بستيف وبتبلغه إنها لقت صندوق أبوه في النادي اللي بتتجمع فيه أفراد العصابة، وبيلاقوا بصمات هيرو موجودة على الصندوق. وبكده ستيف بقى معاه دليل يقدر يقبض بيه على هيرو. وبيبقى هيرو موجود مع أخوه كوجي وصديقه وفات لما ستيف بيروح يقبض عليه. وبعد فترة ستيف بيعرف إن كوجي عمل حادثة بالعربية وحياته انتهت، بس مش بييأس وبيقرر يكمل تحقيق في القضية. وبعد فترة بنشوف داني وهو مع كونو على الشط علشان تعلمه ركوب الأمواج. وفجأة الكل بيسمع صوت إنذار إعصار تسونامي وبيخلوا الشط. فبيروح داني يجيب جريس من المدرسة، ووقتها بيكلموا ستيف وبيطلب منه يحصلوا على مركز تحذيرات تسونامي، لأن رئيس المركز دكتور نورمان مختفي من امبارح ومطلوب منهم يحققوا في القضية. وفي المركز بيقابلوا مساعد نورمان وبيقول لهم إنهم في حالة فوضى بسبب إن الإشارات اللي بتجيلهم غير منطقية، وإنها بتجيلهم من القمر الصناعي للمركز بطريقة مباشرة، ومفيش حد غير نورمان هيقدر يفسرها. وبعد كده بيوصل شين مع كونو لبيت نورمان وبيلاحظوا وجود آثار اقتحام، وبيلاقوا أكياس فاضية قدام البيت، وبيعرفوا إن عربية المقتحمين لونها أبيض وتابعة للشرطة. وبتخمن كونو إن المقتحمين أكيد سرقوا عربية شرطة واستخدموها. وبيكون ستيف مستغرب بسبب تحذيرات الإنذار، لأن البحر هادي وشكله ما يدلش على إن في أي إعصار. فبيكلم كاثرين وبيطلب منها تعرف له لو كان في أي إشارات تانية بتخرج من القمر الصناعي وبتروح للمركز. وبتأكد له كاثرين شكوكه وبتعرفه إن في إشارات مزيفة بتطلع من مركب في المينا للمركز. ولما بيوصل ستيف مع داني للمركب بيلاقوا هناك بنت بتهرب أول ما بتشوفهم، بس بيقدروا يمسكوها وبيسألوها عن مكان نورمان. وبتفهمهم البنت إنها ما تعرفش هو مين، وكل اللي تعرفه إنها مطلوب منها تبعت إشارات مزيفة للمركز لحد الظهر مقابل فلوس، وحتى ما تعرفش مين اللي بيطلب منها كده. وبيفهم ستيف إن كل ده مجرد تمويه علشان يمهد لجريمة هتحصل وقت الإخلاء. وبعدها داني بيطلب من البنت إنها تخترق الرسائل اللي بتوصل لها وتعرف مصدرها. وأول ما بتعرفهم المكان بيروح الفريق اللي هناك وبينقذوا نورمان وبيخلصوا على الشخص اللي محتجزه. ولما بياخدوا بصمات اللي عمل كده بيعرفوا إنه كان شغال مع غفر السواحل زمان لما صدروا 28 مليون دولار من عملية تهريب. فبيفهم ستيف إن غفر السواحل هم اللي ورا الإنذار المزيف علشان يعرفوا يسرقوا خزنة الدولة وقت الإخلاء. بس المجموعة بتتردد قبل ما يقبضوا على غفر السواحل، لأن وقتها جايمسون هتكتشف إن الفلوس ناقصة ال10 مليون دولار اللي هم خدوها للفدية وفيكتور حرقها. لكن بيقرروا يعملوا الصح وبيقبضوا عليهم وبيصارحوا جايمسون بكل حاجة. ولما ستيف بيروح يتكلم معاها بيكتشف إن الفلوس زي ما هي ما نقصش منها حاجة. فبيستغربوا كلهم ومش بيفهموا ده حصل إزاي. وبعد كام يوم ستيف بيجمع الفريق كله وبيبلغهم بمهمتهم الجديدة، وبيعرفهم إن كان في 2 ضباط مكلفين بحماية مارشال فيدرالي وشاهدة مهمة في جريمة ضد تاجرة ممنوعات كبيرة اسمها جولي. بس فجأة الشرطة فقدت الاتصال بالضباط والمارشال، ودلوقتي مهمتهم إنهم يلاقوا جولي ويأمنوها ويوصلوها للمحكمة علشان تشهد. وبعد كده بيوصل الفريق للبيت اللي جولي والمارشال كانوا قاعدين فيه، وبيلاقوا جثث الضباط والمارشال موجودة بره البيت، وبتبقى جولي مختفية. فبيروح ستيف مع شين يدوروا عليها في الغابة، ولما بينجحوا إنهم يلاقوها بيطلب ستيف من شين إنه ياخد جولي ويوصلها المحكمة. وبيعرفوا إنه هيفضل في الغابة وهيحاول يقبض على المجرمين اللي بيحاولوا يأذوها. وبيقدر ستيف إنه يمسك واحد منهم ويستجوبه، وبيعترف المجرم لستيف إنه من ضمن عصابة استأجرها أرون تاجر الممنوعات اللي جولي هتشهد ضده، وإنه وصل امبارح من كوستاريكا مع 3 أشخاص علشان يمنعوا جولي من الشهادة. فبيتصل ستيف بكونو وبيطلب منها تعرف هوية أفراد العصابة اللي وصلوا من كوستاريكا. وفي الوقت ده شين بيحاول إنه يهرب من المجرمين التانيين وبيخلص على واحد منهم، وبيساعده ستيف وبيخلص على الشخص التاني. وبعدها بياخدوا العربية وبيروحوا المحكمة، وبتقدر كونو إنها تعرف هوية المجرم الرابع وبتكتشف إنها ست. ولما بتدقق في ملامحها تتفاجئ إنها محامية أرون وإن جولي موجودة معاها في المحكمة دلوقتي. فبتجري كونو لمكان جولي وبتلحقها قبل ما يحصل لها حاجة وبتقدر تتغلب على المحامية. وبكده جولي بتشهد ضد أرون وبيتسجن. وبعد فترة بنشوف مجموعة من الطلاب بيقضوا رحلة على يخت وبيستمتعوا بوقتهم، وفجأة بيهجم على اليخت عصابة من 4 أفراد وبياخدوا معاهم الطلاب تحت تهديد السلاح وبيمشوا. فبيروح ستيف مع الفريق لليخت، وهناك بيلاقوا جثة القبطان وجثة لفرد من أفراد العصابة التوجانية. وبتظهر سوزان مساعدة القبطان من مكان في اليخت بعد ما نجحت إنها تستخبى من العصابة، وبتبلغ الفريق إن اليخت كان عليه 12 طالب وفي واحد منهم صور الحادثة
موبايله وسابه على اليخت، فبتحاول كونه انها توصل لاي حاجه من خلال الفيديو اللي الطالب صوره. وبعدها الفريق بيعرف ان العصابه طالبين فديه 20 مليون دولار من اهل الطلاب. وبعد تشريح الجثتين اللي على السفينه بيبلغهم ماكس ان الجثتين وقت وفاتهم مختلف، وان فرد العصابه حياته انتهت قبل القبطان ب 24 ساعه. فبيخمن ستيف ان اعداء العصابه التوجانيه هم اللي ورا الحادثه، وانهم حطوا جثه واحد من العصابه على اليخت علشان يتهموهم. ومن خلال التحريات ستيف بيكتشف ان في شخص اسمه لونو عنده مكان القراصنه بيستخدموه علشان يخبوا فيه المسروقات بتاعتهم، وبيروح هو وداني يستجوبوا لونو وبيديهم عنوان القراصنه اللي بيتعاملوا معاه. فبيروح الفريق كله للمكان على امل انهم يلاقوا الطلاب، بس مش بيلاقوا حد غير مجموعه من القراصنه، وبيبقى ولا واحد فيهم متطابق مع افراد العصابه اللي محتجزه الطلاب. وبعد كده بتيجي مكالمه لستيف من العصابه، وبيكتشف انهم خلصوا على واحد من الطلاب لما عرفوا ان ستيف امر الاهالي انهم ما يدفعوش الفديه. وبعدها رئيس العصابه بيكلم ستيف تاني وبيأمره يجهز لهم طياره تخرجهم من الجزيره ويحضر لهم فلوس الفديه ويبعتها مع البنت اللي هربت منهم في الاول. فبيطلب ستيف من سوزان انها توصل الفلوس للعصابه لان هي املهم الوحيد انهم يحافظوا على حياه الطلاب. وبتوافق سوزان وبتاخد الفلوس وبتوصل للمكان اللي هتقابل فيه العصابه، وهناك بنكتشف ان رئيس العصابه يبقى خطيبها وانها متفقه معاه من البدايه على كل حاجه. بس المفاجاه ان ستيف كان عارف، واكتشف ده لما رئيس العصابه قال له يبعت الفلوس مع سوزان، واستغرب هو عرف اسمها منين رغم انه ما انتشرش في الجرايد. وساعتها ستيف وفريقه بيهجموا على العصابه وبيقبضوا عليهم وعلى سوزان وبينقذوا الطلاب. ومع الوقت بنشوف الفريق وهو بيحقق في قضيه راجل متنكر اسمه أليكس وقع من بلكونه اوضته في الفندق، وبيلاقوا رساله على تليفونه من بنت اسمها كيتي وبيروحوا يدوروا عليها، وبتعرفهم كيتي انها بتكلم أليكس على الانترنت من فتره وعمرهم ما اتقابلوا غير النهارده. ولما جوزها شافهم هدد أليكس انه هينهي حياته، لكن أليكس هرب منه. وبيدور ستيف وداني على جوز كيتي لحد ما بيلاقوه، بس هو بيفهمهم انه عنده حجه غياب وقت الجريمه. وبيروح شين وكونو يحققوا في مسرح الجريمه وبيلاقوا هناك ساعه، فبيتجهوا لبيت انا مرات صاحب الساعه وبتفهمهم انا ان جوزها مسافر وان الساعه دي اتسرقت منهم من 3 ايام وكانوا عاملين محضر بسرقتها. وبعدها ستيف بيقابل عميله من الاستخبارات اسمها كاي في المكتب بتاعه وبتطلب منه يديلها كل الملفات اللي جمعها عن العصابه اللي انهت حياه ابوه مقابل التسجيل الصوتي اللي ضايع منه. وبيتحرى ستيف عن العميله كاي وبيكتشف انها مش من الاستخبارات وانها كانت بتراقب وفاة، فبيروح لها وبيخليها تحكي له اللي بيحصل. وبتعرفه كاي ان فيكتور كان بيشتغل لصالح وفاة اللي خلص على خطيبها، وان وفاة كان في هواي من قبل ما اخو فيكتور يتسجن، وان هو اللي امره يخلص على ابو ستيف. فبيقرر ستيف وكاي انهم يشتغلوا مع بعض ويقبضوا على وفاة. وفي الوقت ده شين كان بيسأل عن شخص اسمه جوناثان في حانة وبيعرف مكانه وبيقبض عليه، وبيخلوه يوديهم للحاجات اللي سرقها من مسرح الجريمة. وبيلاقوا فلاشة عليها فيديو البنت اسمها ليندسي، ودي ضحية اختفت من 2008 وبيكون معاها راجل مش واضح هو مين. فبيروحوا لعيلتها وبيسألوهم عنه وبيعرفوا منهم ان اللي معاها ده كان رئيسها في الشغل. وبيروح شين للطب الشرعي وهناك بيكتشف ان كان في خشبة في راس ليندسي من نوع خشب بيتصنع بيه مضارب البيسبول، وبيفتكر شين مضرب البيسبول اللي شافه بالصدفة في بيت آنا. وبيروحوا يقبضوا على جوز آنا، ووقتها هو بيفهمهم انه كان بيحب ليندسي وانه ما حاولش ينهي حياتها. وبيعرفوا ان جوز آنا بريء وان آنا مراته هي اللي خلصت عليها لما عرفت بعلاقتهم، وانها اجرت واحد يسرق الفلاشة اللي عليها فيديو جوزها مع ليندسي علشان تخفي جميع الادلة. وبيقبضوا عليها. وبعد فترة ستيف بيلاقي ظرف قدام بيته في صور عربية ابوه اللي اتفجرت وتسببت في وفاة مامته. وبنشوف ضابط اسمه ريجي شغال مع الشرطة الفيدرالية في مهمة سرية علشان يقبض على المجرم جيمي كانون. وبيرجع ريجي لمراته وابنه كيفن اللي غايب عنهم بقاله 2 سنين علشان يقضي معاهم اجازة. وبالليل بيهجم على البيت 2 مسلحين علشان يخلصوا عليه هو وعيلته، وبيستخبى كيفن في البيت وقت الهجوم وبيتصاب ريجي اصابة خفيفة على عكس مراته اللي بيضربوها بالرصاص في بطنها وبيخلصوا عليها. ومش بينجو من الهجوم غير ريجي وكيفن، وواحد من الضباط اسمه نيومان اتصاب في دراعه. وبيروح ستيف وداني لبيت جيمي وبيهددوه انهم عارفين ان هو اللي امر بانهاء حياة ريجي وعيلته، بس جيمي بينكر اللي بيقولوه. ووقتها ريجي بيكون هرب من المستشفى علشان يحقق في القضية لوحده. وبتجيب كونو معلومات عن كل مساعدين جيمي وبتسأل كيفن لو كان شاف حد فيهم يوم الحادثة. وبيتعرف كيفن على واحد منهم اسمه بوكاهي، وبيشكوا ان العميلة مارش اللي كانت مسؤولة عن حماية بيت ريجي يوم الحادثة هي اللي عرفت المهاجمين عنوان البيت. ولما بيحققوا مع مارش بتقول لهم انها ما كانتش موجودة يوم الحادثة لانها كانت خايفة ان طليقها ياخد بنتها ويسافر. وبعدها بيوصل ستيف مع داني لمكان بوكاهي وبيلاقوا ان
ان في حد خلص عليه قبل ما يوصل له، وبيشكوا في ريجي وبيعملوا له فخ علشان يقبضوا عليه لما بيعرفوا ان معاه نفس المسدس اللي اتضرب بيه على بوكاهي. لكن بعد تحليل الطلقات بيعرفوا ان ريجي بريء، وبيكتشف ريجي ان الضابط نيومان اللي اتصاب يوم الحادثه هو اللي خانه وبلغ على عنوان البيت وتسبب في الهجوم. فبيروح ريجي لنيومان وبيعرف منه اسم الشخص التاني اللي هجم على البيت مع بوكاهي، وبيقول له ان اسمه نيلسون. فبيتجه ستيف وريجي لمكان نيلسون، ووقتها نيلسون بيهرب منهم وبيضطروا يضربوه بالنار. لكن قبل ما يفقد حياته بيقول لريجي ان ريتشارد ابن جيمي هو اللي امرهم بالهجوم. فبيروحوا لبيت جيمي وبيقبضوا على ريتشارد، وبنعرف انه كان عايز يخلص على عيلة ريجي ويتهم ابوه بالجريمة علشان يتسجن وهو ياخد كل الميراث. ومع الوقت بنشوف المصور ريني في موقع تصوير وهو بيصور خطيبته ألانا، وبيقول لها انه هيخلي عيلته تيجي هواي علشان يتجوزوا. وبيظهر ان في بنت وسط العارضات اسمها جوردن بتراقبهم من بعيد، وبنعرف انها طليقة ريني. وبعد شوية بيرجع ريني للكرفان بتاعه، وفجأة بيتقفل عليه الباب من بره وبينفجر الكرفان وبتنتهي حياة ريني. وبتهجم ألانا على جوردن وبتتهمها ان هي اللي حرقت ريني لانها كانت بتغير منهم، بس جوردن بتثبت انها كانت في أوضة تبديل الملابس لحظة الحادثة. وبيحقق الفريق مع كل اللي موجودين في موقع التصوير، وبيتكلم شين مع ايمي اللي بتشتغل مع ريني وبيسألها لو كانت لحظة حاجة غريبة، وبتفهمه ايمي انها شافت واحد بعربية بورش فضي بيلف جنب الموقع. ولما بيتحروا عنه بيعرفوا انه وكيل رهانات اسمه ماركوم، وان ريني كان داخل في رهانات معاه، فبيروحوا له وبيقبضوا عليه. لكن ماركوم بيعرفهم ان ريني صاحبه وانه جه يوم الحادثة لانه كان طالب منه فلوس. في نفس الوقت كونو بتبقى في المعمل مع شارلي زميلها وبتحلل البنزين اللي تسبب في الانفجار، وبتلاقي مادة دايبة وسط البنزين لكن مش بيبقوا قادرين يحددوا هي ايه. وبيبلغها تشارلي انه هيفحصها في مكان تاني، ولما بيحلل المادة اللي دابت في البنزين بيكتشف انها ولاعة هوائية وانها السبب في الحريق. وبيقدروا يحددوا ان البنزين ده موجود في 12 محطة بنزين على الجزيرة، وبيروحوا ياخدوا عينة من كل محطة وبيقارنوها بالبنزين اللي استخدم في الحريق. وبيعرف ستيف وداني من المحامي بتاع ريني انه كتب كل ثروته لبولين لوشيرو. وبيروح ستيف يسأل ألانا على الولاعة، وبتفهمه ألانا انه ممكن يكون حد سرقها من كرفان ريني وقت التصوير. فبيسألها لو كان ريني يعرف واحدة اسمها بولين لوشيرو، وهي بتقوله انها ما تعرفهاش، بس بتفتكر شونان لوشيرو العارضة اللي ريني كان مرتبط بيها في التسعينات وسابها لانه ما كانش مستعد للجواز في اول حياته. ولما بيتحروا عن شونان بيعرفوا ان عندها بنت من ريني اسمها بولين، وبيكتشف شين ان بولين هي نفسها ايمي اللي كانت بتشتغل مع ريني، وان هي اللي حرقته لانه ساب امها وهي حامل فيها وما كانش بيدور عليها. وبيروحوا يقبضوا على بولين وبيبلغوها ان ريني كان موكل محامي خاص علشان يدور عليها، وانه كمان كان كاتب كل ثروته باسمها. ومع الوقت العميلة كاي بتعرف مكان بيت وفات، وبيروح الفريق علشان يقتحم البيت، لكن بمجرد ما بيفتحوا الباب بتنفجر قنبلة، وبيعرفوا ان اللي جوه يبقى سانج، وانه كان محضر القنبلة دي لوفات علشان يخلص عليه. وبيجري ستيف ورا سانج بس مش بيعرف يمسكه، وبيروح داني للبيت اللي جنب بيت وفات وبيلاقي جوه البيت جثة راجل كبير. وفجأة داني مش بيبقى قادر ياخد نفسه وبيودوه المستشفى، وبتكتشف كاي ان الجثة دي اتسممت بعد ما الراجل شرب لبن مختلط بمادة السارين الكيميائية، وان المادة اتنقلت لداني باللمس لما كان بيشوف نبض الجثة. وبتتصل بستيف علشان يبلغهم في المستشفى يحقنوا داني باللقاح بسرعة والا هيفقد حياته. ولما بيتحروا عن الجثة بيكتشفوا ان اسم الراجل اموكا ومش عايش في البيت ده، وانه عنده فقدان ذاكرة وبينسى طريق بيته، فساعات بينام في الشارع. وبيبلغ الفريق اصحاب البيت جيف وشيلا باللي حصل، وبيعرفوا منهم ان جابريال اللي بيشتغل عندهم هو اللي اشترى لهم اللبن، وانهم طردوه من يومين لانه سرقهم. فبيروح ستيف وداني يقبضوا على جابريال، بس هو بيفهمهم انه سرق منهم فلوس لعلاج ابنه اللي عنده سرطان. ولما بيوروا له صورة اموكا بيقول لهم ان عارفه، وانه كان قايل له على مكان المفتاح الاحتياطي لبيت جيف علشان يبات فيه. وبعدها بيفحصوا البصمات من على المفتاح الاحتياطي للبيت، وبتطلع بصمات إليوت جوز اخت جيف عليه. فبيروح ستيف وكاي لإليوت وبيكتشفوا ان بصماته على المفتاح لانه بيخون مراته مع سكرتيرته كولي في بيت جيف، وعشان كده جيف عمل مشكلة معاه وامره ينهي علاقته بكولي. وفي نفس الوقت كاي بتتحرى عن مادة السارين، وبتعرف ان في مورد للمادة اسمه ميخائيل جه هواي وقت الجريمة، وبيروح ستيف يقبض عليه، بس ميخائيل بيهرب منه، وبسبب انه كان معاه مادة السارين فبتتسرب منه وهو بيهرب وبيلمسها وحياته بتنتهي. وبيلاقي ستيف عبوات ألمونيوم كتير في صندوق عربية ميخائيل، وبيعرفوا ان ميخائيل كان بيحضر المادة في بيت جيف وشيلا علشان ينهي حياتهم. ولما اموكا دخل البيت اتسربت له المادة وتسمم. وبيكتشف ستيف وداني من سجل مكالمات ميخائيل انه على اتصال بإليوت،
إليوت، فبيروحوا لإليوت وبيسألوه، بس هو بينكر وبيعرفهم إنه كان في الفندق وقت المكالمة دي. ومع الوقت الفريق بيكتشف إن كولي السكرتيرة هي اللي متفقة مع ميخائيل علشان يخلص على جيف وشيلا، لأنهم كانوا معترضين على علاقتها بإليوت وبيقبضوا عليها. ووقتها سانج بيروح لستيف وبيطلب منه يقبض عليه ويحميه من وفات، لأنه هدده بإنه هيخلص عليه، وبيفهمه إن لو وفات خلص عليه هو اللي هيبقى عليه الدور. وبعد فترة شين بيعرف إن الشرطة اكتشفت الفلوس المحروقة اللي ستيف وكونو سرقوها للفدية، لكن ستيف بيطمنه إنها أكيد مش نفس الفلوس، وإن كده كده في حد رجع الفلوس لخزنة الدولة، فمفيش حاجة يتهموهم بيها. وساعتها شين بيقابل جايمسون والسكرتيرة بتاعتها لورا، وأثناء ما كانوا خارجين من المركز بتركب لورا عربيتها، وأول ما بتشغلها بتنفجر، وبتعرفهم كاي إن العربية اتفجرت بنفس الطريقة اللي وفات خلص بيها على أم ستيف. وبيروح ستيف يفتش شقة لورا وبيلاقي عندها نفس الأظرف اللي بيتبعت له فيها أدلة أبوه المفقودة، وبيقارن خط لورا بالخط اللي كان بيتبعت له وبيطلعوا متطابقين. وبتتحرك كاي عن اللغم اللي فجر عربية لورا، وبتعرف إنه لغم اتسرق من شحنة رايحة العراق من 5 سنين، وإن في واحد اسمه ديل كان متهم بسرقتها، لكن التهمة ما سبتتش عليه. فبيروح ستيف وداني لديل وبيقبضوا عليه وبيسألوه عن الشخص اللي أمر بتفجير عربية لورا، ووقتها ديل بيتهم ستيف إنه هو اللي عمل كده، بس هم بيضغطوا عليه في التحقيق، فبيعترف ديل إنه وفات هو اللي ورا التفجير. وبيروح ستيف وداني لجايمسون وبيبلغوها بالمعلومات اللي وصلوا لها، وساعتها ستيف بيشوف عند جايمسون مكتب قديم بنفس شكل القفل اللي كان مبعوت له من لورا، وبيخمن إن المفتاح اللي معاه ممكن يفتح المكتب ده، وإن جايمسون مخبية حاجة، وبيقرر إنه هيجي بالليل يقتحم مكتبها علشان يفهم إيه اللي بيحصل. وبعد شوية بيجي للفريق بلاغ إن العربية اللي بتنقل ديل للسجن اتضرب عليها نار، وبكده الشاهد الوحيد على وفات ما بقاش موجود. وبيفهم ستيف إن جايمسون هي اللي أمرت بكده، لأن محدش عارف إن ديل هيشهد ضد وفات غيرها، لكن داني مش بيقتنع بكلامه. وبعدها بنشوف شين وهو راجع لشغله بعد ما براءته ظهرت وبيترقى لرتبة ملازم. وبالليل ستيف بيقتحم مكتب جايمسون وبيلاقي فيها صورة للورا وهي بتسيب الأظرف عند بيت ستيف، وبيفهم إن لورا كانت بتساعده وبتبعت له أدلة أبوه المفقودة، وإن جايمسون لما اكتشفت ده خلصت عليها. وتاني يوم بيطلع أمر بالقبض على ستيف بتهمة تفجير عربية لورا، لكن الفريق بيساعده يهرب قبل ما يمسكوه. وفي نفس الوقت بنشوف كونو وهي بيتقبض عليها بتهمة سرقة فلوس من خزنة الدولة، وبيروح ستيف لجايمسون وبيسجل كلامهم وبيهددها علشان تقول له الحقيقة، لكن جايمسون بتنكر إنها تعرف وفات، وبتقول له إن هي اللي كانت بتحميه، وإنها كمان هي اللي رجعت الفلوس اللي سرقوها لخزنة الدولة تاني علشان ما يحصل لهمش حاجة. فبيطلب منها ستيف إنها تقول له مين اللي أمر بإنهاء حياة أمه ولورا، وساعتها بيجي حد من ورا ستيف وبيكهربه بالصاعق فبيقع على الأرض وبيفقد الوعي، وبنكتشف إن اللي عمل كده هو وفات. وبعدها بيضرب نار على جايمسون وبيحط المسدس في إيد ستيف علشان يتقبض عليه. وبعد شوية الشرطة بتوصل لقصر جايمسون وبيقبض شين على ستيف، وبيحاول ستيف يفهمه إنه وفات هو اللي عمل كده، بس شين مش بيصدقه وبيوصله للسجن. بيبدأ المسلسل في أفغانستان مع الجندي جيسون وهو بيحتفل مع زمايله بنجاح مهمتهم الأخيرة، ووقتها بتكلموا مراته نيكي اللي بتشتغل في الشرطة وبتبلغوا إن ابنهم كيس اختفى. فبيرجع بعدها جيسون لبيته في فيلادلفيا علشان يدور على ابنه، وبنعرف إن جيسون ونيكي عندهم طفلين متبنيين اسمهم سيدني وكيس. وبعد 6 سنين من اختفاء كيس بيظهر إنهم معرفوش يلاقوه بكل الطرق، وبينفصل جيسون عن نيكي وبيستقيل من شغله في الشرطة وبيشتغل مع حبيبته جون في شركة أمن خاصة. وبتتنقل نيكي لوحدة البحث عن المفقودين وبترتبط بمايك زميلها في الشغل. وبنشوف جيسون وهو رايح لنيكي البيت ومعاه أوراق الطلاق علشان يوقعوها، وفي الوقت ده بيجي لنيكي إنذار باختطاف طفلة اسمها كلوي، فبتروح لوحدة المفقودين وبتحقق في القضية، وبيبلغها مايك إن في شخصين هاجموا كلوي في الشارع وخدوها في عربيتهم بالقوة. ولما نيكي بتراجع الكاميرات بتستغرب إن المجرمين كانوا مستهدفين كلوي بالتحديد. وبعدها نيكي ومايك بيقابلوا هانا أم كلوي وجاربر أبوها وبيعرفوا منهم إنهم ما عندهمش أعداء ممكن يعملوا كده. وبتقدر كيمي زميلة نيكي إنها تحدد مكان عربية المجرمين، فبتروح نيكي مع مايك للمكان وبتشوف نيكي واحد من المجرمين وهو بيهرب ومعاه كلوي وبتطرده وبتقبض عليه وبتنقذ كلوي. وفي وحدة المفقودين بيعرض مايك الجواز على نيكي وبتوافق نيكي وبيتخطبوا، وساعتها بيوصل جيسون للوحدة وبيوري نيكي صورة اتبعتت له لولد شبه ابنهم كيس، بس مش بيقدروا يتأكدوا لو كان ده ابنهم فعلا ولا
ولا لا، لان اختفى وهو عنده 12 سنه ودلوقتي المفروض عنده 17 سنه، واكيد شكله اتغير. وبعدها مايك بيطلب مساعده جيسون في قضيه كلوي، وبيعرف مايك ان المجرم اللي قبضوا عليه ضمن جماعه مرتزقه، ولما جيسون بيحقق معاه بيقول المجرم انه فشل في مهمته بس في حد تاني هيكمل مكانه. وفي الوقت ده نيكي كانت مع كلوي علشان توصلها لعيلتها، فبيتصل بيها جيسون وبيحذرها. في اللحظه دي بيهجم شخصين على نيكي وبيحاولوا ياخدوا كلوي تاني، وبتقدر نيكي انها تتغلب على واحد منهم وبتخلص عليه، بس التاني بيعرف يهرب وبياخد كلوي. وفي نفس اليوم كيمي بتروح تبلغ نيكي وجيسون انها عرفت مكان الصوره اللي جيسون شافها الكيس، فبيروحوا لهناك بس كيس مش بيبقى موجود، وبيلاقوا موبايل بيرن، ولما جيسون بيرد بيكلموا شخص وبيطلب منه $1,000,000 مقابل انه يرجع له كيس. وفي الوحده نيكي بتقابل عيله كلوي وبتطمنهم، وبتعترف لها هانا ان جاربر هو السبب في اختفاء بنتهم لانه شغال في وكاله الاستخبارات المركزيه، واحتجاز كلوي اكيد ليه علاقه بده. وبيقول جاربر انه مسؤول عن تحديد الجماعات المرتزقه اللي الوكاله هتتخلص منهم، وبيعرفهم اسماء الناس اللي اتصابوا او حياتهم انتهت في اخر عمليه، لان يمكن يكون حد منهم عايز ياخد حقه من جاربر، فقرروا يحتجزوا بنته. وبيساعدهم جيسون في القضيه بعد ما نيكي قررت انها تضمه لوحده البحث لانه هيفيدهم بسبب خبرته. وبيقدر جيسون انه يوصل للاشخاص اللي ممكن يكونوا ورا احتجاز كلوي، وبتتعرف نيكي على واحد منهم بعد ما شافته في بيت عيله كلوي وقت الهجوم عليها، وبتبلغهم ان اسمه سعد وانه بيعمل كده لان جاربر امر بالهجوم عليه، ووقتها هو عرف يهرب بس ابنه حياته انتهت مع مجموعه من القرويين في الهجوم. فبيروحوا للمجرم اللي قبضوا عليه وبيفهموه انهم استرجعوا كلوي وخلصوا على سعد، وبيجبروه يعترف لهم بخطه سعد، وبيعرفوا منه ان سعد هينفذ عمليه اجراميه هيخلص فيها على اشخاص كتير موجودين في حفله باستخدام القنابل. فبيروحوا لمكان الحفله وبيشوفوا كلوي بعد ما سعد وصل لها بالمتفجرات، وبيتصل جيسون بواحد من اصحابه علشان يساعده في تعطيل جهاز التفجير، وبينجح جيسون وبيعطل الجهاز. وقتها مايك بيقدر يوصل لسعد وبيخلص عليه وبيرجعوا كلوي لعيلتها. وفي الوقت ده كيس بيتصل بجيسون وبيبلغه بمكانه، ولما بيوصلوا له بيعرفهم انه قدر يهرب، فبتفرح نيكي جدا لما بتشوفه وبيكونوا مبسوطين برجوعه، وبياخدوه وبيروحوا للبيت، وبتسلم سيدني عليه وهي متوتره. وبعدها بيطلع كيس لاوضته وبيقول لهم انه فاكر حاجات كتير من ذكرياتهم، ولما بيسيبوه لوحده بيظهر انه مسجل كل حاجه ليها علاقه بذكرياته في كراسه وبيقطعها. وتاني يوم الصبح بنشوف واحده ست وهي بتهجم على شاب خارج من مطعم وبتضربه بكل قوتها، وبيروح جيسون مع جون لواحد صاحبها بيفهم في عمليات الاختراق، وبيبلغهم ان اجهزته لقطت حاجه غريبه قوي النهارده، وبيوريهم فيديو للشاب اللي تم احتجازه وهو مربوط في البيت. وبعدها جيسون بيكلم نيكي وبيحكي لها على اللي شافه، فبيمسك فريق نيكي القضيه وبيحققوا فيها علشان يعرفوا مين ده ومين اللي محتجزه، وبيراقب زميلهم سي الكاميرات اللي ظاهر فيها الشاب، وبيشوف الست اللي محتجزاه وهي بتحط له حبوب مخدره في الاكل وبتهدده بالمسدس وبتجبره ياكل. وبيسمعها باقي الفريق وهي بتقول له ان ابنها كان على اتصال بيه، وبتتهم الشاب انه حط ممنوعات لابنها في الاكل، وبعدها ابنها حياته انتهت. وبيفهمهم جيسون ان كميه المخدر اللي الست حطتها في الاكل كبيره، وانه قدامهم 68 دقيقه بس علشان يقدروا يوصلوا للشاب والا حياتهم هتنتهي. فبيحاول سي انه يوصل لهويه الشاب، وبتحاول كيمي توصل لمكانه. ووقتها مايك بيبلغ نيكي وجيسون ان عنده معلومات تخص كيس، وبيوريهم الفيديو اللي كيس ظاهر فيه قبل ما يكلمهم، وبيشوفوه هو في ماركت وبيقول للموظف ان في حد بيطارده في اخر الشارع وبيطلب منه يستخدم التليفون. وبعدها مايك بيطلب منهم انه يتكلم مع كيس علشان يقدر يوصل للشخص اللي كان محتجزه، وفعلا بيقابله وبيحاول يعرف منه اللي حصل، وبينهار كيس ومش بيقدر يتكلم عن اللي حصل له، فبتتدخل نيكي وبتمنع مايك انه يكمل كلام معاه. وفي نفس اليوم بتبلغهم كيمي انها عرفت مكان الست اللي محتجزه الشاب، ولما بيوصلوا لبيتها بتكون مش موجوده، وبيعرفوا انها بتحقق في قضيه ابنها آشر، وان حياته انتهت من 6 شهور بسبب جرعه زايده من الممنوعات. وبيوصل سي لهويه الشاب وبيبلغهم ان اسمه هيوجو، وان الست اللي محتجزاه اسمها مولي. وبعد شويه بيقابلوا اخو هيوجو الكبير وبيعرفوا منه مكان شغل هيوجو وبيروحوا لهناك. واول ما زميل هيوجو بيشوفهم بيحاول يهرب من المكان، بس نيكي بتعرف تمسكه وبتقبض عليه. وبعد كده كيمي بتقدر تحدد مكان مولي وبتبلغهم بيه، فبيروح جيسون مع نيكي للعنوان، واول ما بيوصلوا وبتشوفهم مولي بتهددهم انها هتخلص على هيوجو بالمسدس، وبتعرفهم انه المسؤول عن اللي حصل لابنها. بس جيسون بيفهمها ان هيوجو ما يعرفش حاجه عن الممنوعات، وبيوريها فيديو لصاحب هيوجو وهو بيعترف ان هيوجو بريء وان هو المسؤول
عن توزيع الممنوعات مع الأكل في المطعم، فبتنهار مولي وبيقبضوا عليها، وبيقدر جيسون إنه ينقذ هيوجو قبل ما المخدر يخلص عليه. وفي الوحدة مايك بيقول لنيكي وجيسون إنه راجع زوايا الكاميرات اللي كيس ظهر فيها قبل ما يكلمهم، ولاحظ إن في عربية كانت مراقباه وإن العربية مشيت من المكان بعد وصول الشرطة. فبيقدر جيسون إنه يحدد موقع العربية وبيلاقيها موجودة قدام فندق، وبيروح هو ونيكي لهناك، وبتعرف نيكي من موظف الفندق إن صاحب العربية يبقى واحدة ست. ولما بتوصل لأوضتها بتشوف جيسون هناك وبتعرف منه إن مفيش حد في الأوضة. وبعدها بترجع نيكي للبيت، وهناك سيدني بتبلغها إن عندها دليل إن اللي موجود معاهم ده مش كيس، وده لأنها شافته بيكتب بإيده اليمين وكيس كان أشول. وبتفهمه نيكي إن كيس اتعرض لإصابات كتير ومنها كسور في إيده الشمال، وعشان كده بقى يكتب باليمين. وفي نفس اليوم بنشوف سيدني وهي بتبعت رسائل لصاحبتها وبتبلغها إنها متأكدة إن اللي رجع ده مش أخوها، وبتقول إن كل الناس مصدقاه بس هم عارفين إيه اللي حصل بالظبط. وبعد فترة بنشوف بنت اسمها زوي وهي في شنطة عربية وبتصرخ علشان حد يساعدها، وبتنجح إنها تكسر فانوس العربية وبترمي منه بطاقتها. وبعدها جيسون بيكون عند نيكي في البيت وبيحاول يخلي كيس يفتكر شكل الست اللي كانت محتجزاه، بس كيس مش بيقدر يتكلم. ووقتها مايك بيبلغهم بقضية زوي علشان يحققوا فيها، فبيروح الفريق للبيت السكني اللي زوي قاعدة فيه مع زمايلها، وبيعرفوا إنها اختفت بعد الحفلة اللي عملوها امبارح. ولما بيقعدوا مع زمايلها بيكتشفوا إنها رسامة وفنانة تشكيلية موهوبة، بس بقالها شهر ما راحتش الاستوديو الخاص بيها. وتاني يوم الفريق بيراجع فيديوهات للحفلة اللي زوي حضرتها، وبيشوفوها وهي بتزعق مع واحد في الحفلة اسمه مات، وبيعرفوا إن مات ده حبيبها السابق، وزمايل زوي بيقولوا عنه مهووس بيها، فبيقبضوا على مات وبيستجوبوه عن سبب مشكلته مع زوي يوم الحفلة. وبيفهمهم مات إن زوي عرفت إن سارة زميلتها كسبت فلوس كتير وكانت خايفة عليها من مصدر الفلوس دي وراحت زعقت معاها. ولما هو راح لزوي علشان يسألها عن سبب مشكلتها مع سارة، زوي ما تقبلتش الكلام منه، وعلشان كده حصلت بينهم مشكلة. وبيفهم نيكي إنه ما يعرفش عنها حاجة من ساعتها. ووقتها بتوصل عيلة زوي للوحدة وبيتفاجئوا لما بيعرفوا إن بنتهم بقالها شهر ما راحتش الجامعة ولا حتى الاستوديو، وبيأكد لهم أبوها إن دي مش شخصية زوي. وبيعرفوا جيسون إن أكيد في حاجة حصلت من شهر غيرتها، وبتطمنهم نيكي إنهم أكيد هيلاقوها. وبعد كده بتروح كيمي للاستوديو بتاع زوي وبتلاحظ إن كل رسوماتها حزينة بقالها فترة، وبتقابل هناك جاكلين المسؤولة عن رعاية زوي فنيا، وبتبلغها جاكلين إن سارة كانت ملهمة زوي وإنهم ما كانوش بيتفرقوا أبدا. فبتروح كيمي تتكلم مع سارة وبتعرف منها إن في راجل دفع لها فلوس مقابل إنها تشتغل عارضة للفنون، وإن ده كان ضد مبادئ زوي، وعشان كده هي ما وافقتش وحصلت بينهم مشكلة. بس سارة مش بيبقى عندها مانع تخالف المبادئ دي مقابل الفلوس. ولما كيمي بتمشي بتكلم سارة شخص في التليفون وبتقول له إنها هتنفذ له اللي هو عايزه مقابل إنه يسيب زوي. وفي الوقت ده بنشوف زوي وهي نازلة من شنطة العربية وبيوصلها شخص لقصر كبير وبيجيب لها فستان وبيأمرها تلبسه لشخص معين، وبعدين بيحتجزها في أوضة. ولما زوي بترفض تنفذ أوامره بتدخل عليها جاكلين وبتهددها بأنهم هيأذوا سارة لو هي ما نفذتش أوامرهم. وفي نفس اليوم فريق نيكي بيقدروا يوصلوا لصاحب الحساب البنكي اللي حول لسارة الفلوس، وبيعرفوا إنه ملياردير كبير اسمه بريث وإنه في مجلس إدارة كلية طب وصاحب نفوذ كبيرة. وبيكتشفوا إن نفس الحساب البنكي بيحول فلوس لجاكلين المسؤولة عن سارة. ولما بيفتشوا موبايل سارة بيلاقوا رسائل تهديد من رقم مجهول بيأمرها ما تتكلمش مع الشرطة. فبيروح جيسون مع نيكي لبريث وبيسألوه عن زوي، بس هو بينكر إن ليه علاقة باحتجازها وبيطردهم من البيت. ووقتها بيجي لهم خبر إن العربية اللي احتجزت زوي اتشافت وهي قريبة من بيت سارة، فبيخمنوا إن الشخص اللي عمل كده هيحتجز سارة هي كمان. وبتقدر كيمي إنها توصل لموقع العربية، فبيروح جيسون ونيكي لهناك وبيشتبكوا مع الشخص اللي محتجز سارة وبيتبادلوا إطلاق النار، وبيتصاب الشخص ده برصاصة بتخلص عليه. وبعدها بينقذوا سارة. وفي الوحدة بتعترف لهم إن بريث خدعهم وفهمهم إنه مهتم بفنهم. وفي مرة وهم في القصر بتاعه حاول يأذي زوي، بس زوي خرجت من المكان وقالت لسارة إنهم مش هيتعاملوا معاه تاني. وبعد فترة بريث عرض فلوس على سارة مقابل إنها توافق على اللي زوي رفضته، وفهمها إنه هيساعدها تدخل كلية طب. فوافقت سارة على عرضه وخدت الفلوس، وده كان سبب مشكلتها مع زوي. بس بعدها رجعت في كلامها، وعشان كده بريث أمر باحتجاز زوي علشان ياخد حقه منهم. وفي نفس اليوم مايك بيبلغ الفريق إن بريث طلع صاحب بول أبو زوي، وبيفهمهم بول إنهم بيشتغلوا مع بعض وإنه هو اللي عرفه على زوي من فترة. وبيتعصب جدا لما بيعرف إن اللي حصل لبنته كان بسببه. وبتقدر كيمي تحدد المكان اللي زوي موجودة فيه، وهناك بيوصل شخص مهم عند زوي
وبيحاول يأذيها، بس الفريق بيهجم على المكان في الوقت المناسب وبينقذوا زوي وبيقبضوا عليه. وبعدها بيجي لهم خبر ان بول راح لبيت بريس وبيحاول يخلص عليه، فبيروحوا لهناك مع زوي وبيسمعوا بول وهو بيضرب نار على بريث، وبتحاول زوي تهدي ابوها وتخليه يرجع في كلامه. وبيظهر ان بول ضرب بريث في رجله، ولما بيسمع كلام بنته بيتراجع انه يخلص عليه. وبيدخل الفريق للمكان وبيقبضوا على بريث. وبالليل كيس كان بيحاول يتقرب من سيدني وبيطلب منها ما تخافش منه لانه اخوها، فبتقول له سيدني انه كذاب لان اخوها توفى. وبتوصل بعدها نيكي للبيت وبتقرر انها هتاخد عينه من شعر كيس علشان تعمل تحليل DNA وتطمن سيدني ان اللي موجود معاها ده اخوها. فبتفرح سيدني جدا لما بتشوفها وبتشكرها انها صدقتها. ومع الوقت بنشوف اب وام هما بيعلموا ابنهم اندي ركوب العجل، وفجاه بيختفي من قدامهم، ولما بيدوروا عليه مش بيلاقوه في اي مكان، فبيبلغوا عن اختفائه. وبيحقق فريق نيكي في القضيه وبيعرفوا ان ابو اندي دكتور اسمه ستيف. ولما بيقابلوا بات وستيف عيله اندي بيكتشفوا ان ستيف مش ابو اندي، وبتفهمهم بات ان ابو اندي الحقيقي اتوفى. ووقتها بتجيلها رساله على الموبايل مكتوب فيها ان اللي محتجز اندي هيكلمها كمان 5 دقايق، فبتخبي عليهم بات الرساله وبتروح للحمام علشان تستقبل المكالمه. ولما بترد بتسمع شخص بيطلب منها $200,000 مقابل انه يرجع لها اندي. وبعد كده في ست في الشارع بتشوف راجل معاه شنطه طفل مكتوب عليها اندي، فبتبلغ عنه وبتعرف الشرطه مكانه. وبيروح له مايك مع جيسون وبيسالوه عن الشنطه، وبيفهمهم الراجل انه لقاها في صندوق نفايات في الشارع وبيوريهم مكانه. ولما بيراجعوا كاميرات المكان بيشوفوا شخص بيرمي شنطه اندي، وبعدها بيركب العربيه ومع اندي، وبيعرفوا ان الشخص ده مجرم سابق واسمه سكينر. وفي الوقت ده اندي كان مع سكينر في العربيه، وبيوصلوا لاوضه في فندق موجود فيها واحده اسمها فيكي، وبيقول لها اندي انه عاوز يرجع بيته، وبتطلب منه فيكي يطمن لانه دلوقتي موجود في بيته. وبعدها بتعمل مشكله مع سكينر لانه ما قالهاش على موضوع الفديه اللي طلبها، وبتفهمه ان ده ما كانش اتفاقهم، وبتهدده انها هتبلغ الشرطه. فبيزعق لها سكينر وبياخدها هي واندي وبيمشوا من المكان. وتاني يوم الفريق بيعرف ان ستيف سحب $200,000 من حسابه، وبيخمنوا انه اتطلب منه فديه وخبى عليهم. ولما بيسالوه بينكر انه عمل كده، فبيفهموا ان بات هي اللي سحبت الفلوس. وبعد ما كيمي بتحدد مكان اندي بتروح للفندق مع نيكي، بس مش بيلاقوا حد هناك. ولما بيدوروا في المكان وحوالين الفندق بيلاقوا جثه سكينر وهو مضروب بالرصاص. وبيعرفهم مايك ان سكينر بعد ما اتضرب بالرصاص في حد حاول ينقذه بس فشل، وبيستنتجوا ان بات هي اللي عملت كده. وبعدها بيكتشفوا ان فيكي بلغت من 4 سنين عن اختفاء ابنها، وبيبلغهم مايك ان بات من 4 سنين هي كمان غيرت اسمها وهويتها وانتقلت لمكان جديد. ولما بيواجهوا بات باللي عرفوه بتعترف انها زمان كانت شغاله ممرضه في مركز الاطفال حديث الولاده، وكانت هناك بتهتم باندي لان امه كانت مدمنه وما كانتش بتزوره. وبعدها امه اتعافت وجت خدته، بس بعد فتره رجعت للممنوعات تاني وسابت اندي في المركز. وتكرر الموضوع اكتر من مره لحد ما في يوم بات راقبت فيكي وشافتها وهي سكرانه بعد ما سابت اندي في عربيتها وقفلت عليه. ووقتها قررت تاخد اندي وتهتم بيه، وغيرت هويتها وهربت واتعرفت على ستيف واتجوزته، بس ما قدرتش تقول له الحقيقه. وساعتها مايك بيعرف ان فيكي بسبب ادمانها بقت مريضه قلب وركبت جهاز منظم لضربات القلب. فبيروح جيسون لمهندس الكترونيات صاحبه وبيعرفهم مكان فيكي، وبيقدروا يطاردوها وهي سايقه وبيحاصروها على جسر. ولما فيكي بتشوفهم بتتوتر وبتنزل من العربيه هي واندي، وبتعترف ان هي اللي خلصت على سكينر بعد ما زعقوا مع بعض. وبتاخد اندي وبتنط معاه في البحر من فوق الجسر، فبتنط وراها نيكي وبتقدر تنقذ اندي. ولما بيرجعوا للوحده بيحتار الفريق لو كانوا هيبلغوا عن بات ولا لا، لانه لو اتقبض عليها اندي هيخسر عيلته. وبيبقى راي مايك انهم يبلغوا رعايه الاطفال وهم يتصرفوا، بس نيكي بتتصرف من نفسها وبتخبي الحقيقه علشان تحمي بات وبتضمن لاندي حياه كويسه. فبيتعصب مايك من تصرفها وبيسيبها وبيمشي. وبتوصل نتيجه تحاليل كيس لجيسون وبيروح يوريها لنيكي، وبيأكد لها ان كيس يبقى ابنهم زي ما التحاليل بتقول. وبتتفاجئ سيدني لما بتعرف النتيجه، وساعتها كيس بيسمعهم وبيزعل جدا من نيكي انها عملت كده وما صدقتهوش. وفي نفس الوقت سيدني بتقرر تبلغ الشرطه باللي حصل لاخوها زمان، ولما بتتصل بيهم بترفض تعرف عن نفسها، وبتبلغ ان في حاله غرق حصلت في البحيره اللي جنب بيتها، وان جثه الشخص اللي غرق لسه في البحيره. وتاني يوم الصبح سيدني بتبقى واقفه قدام البحيره دي وبتشوف الشرطه وهما بيستخرجوا هيكل عظمي منها، وبتبقى متاكده ان دي جثه اخوها. وفي البيت كيس بيزعق مع نيكي وجيسون بسبب شكهم فيه وبيسيبهم وبيمشي. وساعتها بيوصل لهم انذار باختفاء شخص اسمه ميجل، وقبل اختفائه بنشوفه هو راكب عربيته مع بنت مجروحه في
بطنها، وبيظهر ان في شخص من وراهم بينزل من عربيته ومعه مسدس، وبنفهم انه عاوز يخلص عليها. ووقتها ميجل بيعمل حادثه بالعربيه علشان يخلي الناس تتجمع، وبيقدر يهرب من الشخص اللي بيطارده. وفي الوقت ده مايك بيبلغ جيسون ونيكي ان ميجل بيشتغل في مركز رعايه الاطفال المتبنيين، وان اخوه بيري صاحب مؤسسه كبيره بتنقذ الاف الارواح في العالم. فبيروح الفريق يقابل بيري، وبيسمعوه وهو بيقول لمجموعه من المتدربين ان هو وميجل اخر 2 باقيين من القبيله بتاعته، ولو حد فيهم حصل له حاجه تراث قبيلته كله هيختفي. وبينتهي الاجتماع، وبيتكلم بيري مع الفريق وبيفهمهم ان اختفاء ميجل ممكن يكون له علاقه بشغله، لانه ساعات بيشهد ضد اباء كتير، وممكن يبقى حد منهم هو السبب في اختفائه. وبعدها مايك بيروح مع جيسون لمكان الحادثه، وبيعرفوا ان ميجل موجود في محطه قطر عن طريق الموقع اللي كان محدده على GPS عربيته. فبتروح نيكي مع كيمي للمحطه وبيشوفوه، وهناك ميجل بيطلب من نيكي انها تبلغ واحده اسمها تشين انه اسف، وفجاه بينط قدام القطر وبينتهي حياته. وبيعرفوا ان تشين تبقى هي البنت اللي كانت مع ميجل في العربيه وقت الحادثه، وانها ولدت طفل منه من شهر، وانه صدر بلاغ عن اختفائها من 2 سنين. وبتروح نيكي تبلغ بيري باللي حصل، فبيتاثر جدا وبيزعل على اخوه، وبيقول لنيكي انه على خلاف مع ميجل من سنه وما يعرفش حاجه عن موضوع تشين وطفلها. بس اول ما نيكي بتمشي من عنده بيكلم بيري نفس الشخص اللي كان بيطارد ميجل، وبيأمره يخلص على تشين في المستشفى اللي هي فيها. ووقتها الفريق بيكتشف ان في حد دخل على موقع ميجل في دار الرعايه اللي كان شغال فيها، والشخص ده سجل طفل عمره شهر للدار. وبيعرفوا ان دار الرعايه انضم لها الفتره الاخيره 9 اطفال عيلتهم مجهوله، فبيجمعوا عينات حمض نووي من الاطفال دي، ولما بتظهر النتيجه بيكتشفوا ان امهات الاطفال دي كلهم مفقودين، ومن ضمنهم تشين. وبعدها بيوصل الفريق لتشين في المستشفى بعد ما المجرم اللي بيطاردها كان بيحاول يفصل عنها الاكسجين، وبيطارده مايك، بس المجرم بيقدر يهرب وبياخد ضابط كرهينه. ووقتها جيسون بيدخل وبيخلص عليه، وبتقدر كيمي انها توصل لمعلومات عن قبيله ميجل وبيري، وبتقول ان من 3 سنين الحكومه امرت بتدمير كامل لمكان القبيله لصالح شركات اقتصاديه، وبيتضح ان البنات المفقوده يبقوا بنات اصحاب الشركات دي. فبيخمنوا ان بيري هو اللي بيحتجز البنات دي علشان ياخد حقه من اصحاب الشركات، وانه بيخليهم يخلفوا اطفال من نسله علشان يرجع تراث قبيلته. وفي نفس الوقت بنشوف بيري وهو بيوصل بنت جديده للمزرعه اللي فيها باقي البنات وبيحتجزها هناك. وبعدها الفريق بيعرف موقع المزرعه وبيروحوا يقتحموها، وهناك بيري بيهرب منهم، فبيطاردوا مايك وبيقدر انه يقبض عليه، وبينقذ الفريق البنات اللي في المزرعه وبيرجعوهم لاهلهم. وفي الوقت ده بتوصل سيدني للوحده وبتبلغ جيسون ونيكي انها شافت كيس وهو بيسرق مسدس، ولما بيواجهوا كيس باللي سيدني قالته بيعرفهم انه مسدس مش حقيقي ومن غير رصاص، وانه استلفه بس من صاحبه لانه خايف من الست اللي احتجزته واخد المسدس علشان يحمي نفسه. وفي الوقت ده سيدني كانت مع سي في المعمل لانه المسؤول عن تحديد هويه الشخص اللي استخرجوه من البحيره، وبيقول لها سي انه طفل عمره بين ال10 وال14 سنه ولسه بيحاول يتعرف على هويته. وبعد فتره جيسون بيروح مع نيكي لدكتور نفسي علشان يعرضوا عليه حاله كيس، وبيطلب منهم الدكتور انه يتكلم مع كيس بنفسه. ووقتها بيوصل لهم انذار باختفاء شخصين اسمهم تيم وايمي، ولما بيحققوا في القضيه بيعرفوا من جيرانهم انهم في رحله، وبيظهر ان تيم نظم الرحله دي في الغابه علشان يعرض الجواز على ايمي. وبعد ما ايمي بتوافق بيلاحظوا ان في فلوس بتنزل من السماء، وبعدها بيقع صندوق كبير فيه فلوس جنبهم، فبياخدوا فلوس من اللي لقوها وبيروحوا للخيمه بتاعتهم. وبتقول ايمي لتيم انهم لازم يمشوا لان في عاصفه هتحصل قريب. ووقتها بيظهر قدامهم شخص وبيضرب تيم في بطنه وبيطلب منهم يسلموه فلوسه، وساعتها في حد بيضرب الشخص ده بالرصاص وبيخلص عليه. فبيخاف تيم وايمي وبيهربوا من المكان مع الفلوس وبيتوهوا في الغابه، وبيكون تيم حاسس بألم شديد في بطنه بسبب الضربه، وبتضطر ايمي انها تولع في الفلوس لانهم حاسين بالبرد بسبب العاصفه. وفي الوقت ده الفريق بيروح لمركز البحث والانقاذ وبيطلبوا منهم يتدخلوا علشان يعرفوا يلاقوا تيم وايمي، بس رئيسه المركز ليسا بترفض تتصرف الا بعد ما العاصفه تخلص علشان ما تعرضش حياه موظفينها للتهديد. وبيقنعها جيسون انها ممكن توفر لهم طياره ويروحوا هم يدوروا عليهم بدل الموظفين، فبتوافق رئيسه المركز وبتقرر تروح معاهم. وفي نفس اليوم كيس كان في عياده الدكتور النفسي وبيقابل مجموعه من الناجين اللي زيه، وبيتعرف على واحد اسمه اوليفر وبيشجعه اوليفر انه يبقى اقوى ويحاول ينفتح على المجتمع. وبيحكي اوليفر لكيس انه دايما حاسس بالذنب لانه عرف يهرب من الست اللي احتجزته، بس كان معاه واحد محتجز هناك ومعرفش يهرب. ووقتها اوليفر اضطر يسيبه وهرب لوحده. وبعد ما كيمي بتجمع صور لايمي وتيم بتعرف انهم دايما بيخيموا في منطقه معينه في الغابه، وبيوصلوا للمكان
المكان اللي المفروض يبدأوا بحث فيه. وبعدها مايك وجيسون بيروحوا للغابة مع ليسا وبيشوفوا الخيمة اللي تيم وإيمي كانوا قاعدين فيها، وقدامها جثة الراجل اللي اتهجم عليهم. وبيقول جيسون إن الراجل حياته انتهت برصاصة من بندقية قنص، وبيطلب من ليسا إنها ترجع الجثة للوحدة علشان يفحصوها. ولما سي بيفحص الجثة بيبلغهم إن اسم الراجل ألان وإنه شغال طيار توصيل شحنات. وبعد كده مايك وجيسون بيشوفوا النار اللي إيمي ولعتها وبيعرفوا يوصلوا لمكانها، بس وقتها تيم بتكون حياته انتهت بسبب الألم والبرد، وبتبقى إيمي منهارة علشانه. وبيقدر جيسون إنه يهديها وبيطلب منها تتحرك معاهم علشان يمشوا. وبتكلمهم نيكي وبتعرفهم إن ألان كان بينقل ممنوعات على الطيارة، وإن آخر شحنة وقعت منه في الغابة وكان بيحاول يسترجعها. وبتبلغهم إن الشخص اللي خلص على ألان اسمه بيل، وإنه من ضمن عصابة بتصنع الممنوعات وارتكب جرائم كتير قبل كده. وفي نفس الوقت بتظهر العصابة اللي خلصت على ألان وبيهجموا عليهم وبيتبادلوا إطلاق النار. وبتسمع نيكي في التليفون صوت مايك وهو بيصرخ، وبيظهر إنه اتصاب برصاصة في رجله، فبتقلق عليه وبتقرر إنها تروح للغابة مع ليسا. وبيهرب جيسون ومايك من العصابة ومعاهم إيمي، وبيوصلوا لكوخ في الغابة وبيدخلوه. وبيحاول جيسون إنه يعالج مايك، بس العصابة بتقدر توصل لهم وبيطلبوا منهم يسلموهم الفلوس بتاعتهم وإلا هيخلصوا عليهم. وبتوصل لهم نيكي وهي رابطة متفجرات على جسمها، وبتهدد العصابة إنهم لو ما سابوش المكان هتفجروا وتخلص عليهم كلهم وهي معاهم. فبيخاف بيل وبياخد الباقي من الفلوس وبيمشي من المكان. وهنا بيظهر إن نيكي كانت بتضحك عليهم، وإن المتفجرات الحقيقية موجودة في المكان اللي العصابة هتمشي منه. وأول ما بيسيبوا المكان بتفجر نيكي القنابل وبتخلص على العصابة. وبعدها بتنقذ جيسون ومايك وإيمي. وبالليل كيس بيكون في البيت وبتوصل له رسالة من شخص مجهول بيقول له فيها إنه مش هيعرف يهرب منه أبدا، وبيفهم إنها من الست اللي كانت محتجزاه. ومع الوقت الفريق بيحقق في قضية اختفاء بنت اسمها شانون، وبنشوفها قبل اختفائها بيوم وهي بتعزف كمان في استوديو. وبيدخل شخص وبيعمل معاها مشكلة وبنفهم إنه حبيبها السابق. وبعدها بتضربه شانون بالكمان وبتهرب، ومن ساعتها وهي مختفية. وبيروح جيسون مع نيكي لأم شانون بالتبني، وبيعرفوا إنهم على خلاف من فترة بسبب جوز أمها اللي كان بيعاملها وحش. وبعد شوية بيوصلوا للاستوديو اللي شانون بتشتغل فيه، وبيحكي لهم صاحب الاستوديو على اللي حصل. وبيقدروا يوصلوا للشخص اللي اتهجم على شانون في الاستوديو، وبيعرفوا إنه اسمه ستانز. وبتفهمهم كيمي إن في حد خلص على ستانز بعد ما عمل مشكلة مع شانون بساعة. وفي نفس اليوم بيقدروا يحددوا مكان شانون وبيروحوا يتكلموا معاها، بس البنت بتفهمهم إنها مش شانون وإن اسمها جورجيا وإنها تبقى أخت شانون التوأم. وبتعرفهم جورجيا إنها ما قابلتش شانون غير من 3 شهور، لأن في حد اتبناها هي كمان وهي صغيرة واتفرقوا عن بعض، وإنها شافتها وهي بتعزف في حفلة موسيقية لأن دي الحاجة المشتركة بينهم. وبعد ما بيفحصوا جثة ستانز بيكتشفوا إن في آثار للحمض النووي بتاع شانون على هدومه، وبيخمنوا إنها ممكن تكون خلصت عليه وهربت. وبعد كده كيمي بتفحص موبايل شانون وبتعرف إن عليها فواتير متأخرة وديون كتيرة، وبيلاقوها كاتبة رسالة لأمها بتبلغها فيها إنها هتنهي حياتها في أكتر مكان بتحس فيه بسلام. وبتفهم جورجيا قصد شانون وبتدلهم على مكانها المفضل اللي كانت بتعزف فيه. ولما بيروحوا لهناك بيشوفوا جثة شانون وبيتأكدوا إنها أنهت حياتها زي ما كتبت. وتاني يوم سي بيفحص جثة شانون وبيستغرب إنه ملقاش معاها مضخة إنسولين برغم إنها كانت مريضة سكر. ولما بيدقق في الجروح اللي على راسها بيكتشف إنها اتجرحت في مكان تاني غير اللي لقوها فيه، وبعدها اتنقلت للمكان ده وفضلت تنزف حتى بعد ما توفت. وبيروح يبلغ الفريق إن شانون في حد خلص عليها. وبعدها مايك بيعرفهم إن ستانز قبل ما حياته تنتهي اتحول له فلوس كتير من حساب بنكي، ولما بيتتبعوا الحساب بيلاقوه خاص بجورجيا أخت شانون. فبتروح نيكي مع جيسون لبيت جورجيا علشان يسألوها عن اللي عرفوه، بس جورجيا مش بتكون في البيت. ولما بيفتشوا في صندوق النفايات اللي قدام بيتها بتلاقي نيكي مجموعة من الصور والشهادات خاصة بجورجيا، وبتلاحظ كمية كبيرة من المطهرات. فبيشكوا فيها وبيدخلوا بيتها يفتشوه، وبيلاقوا آثار دم على الأرض، وبيخمنوا إن اللي حياتها انتهت هي جورجيا وإن شانون هي اللي عملت كده وخدت مكانها. وبيتأكدوا من شكوكهم أكتر لما بيعرفوا من أم شانون إن إيديها الشمال اتكسرت قبل كده ومش بيكون في أي آثار كسور في الجثة اللي لقوها. وفي الوقت ده جورجيا كانت مع خطيبها وبيلاحظ إنها متغيرة وبيفهم إنها شانون مش جورجيا. وساعتها شانون بتحاول تخلص عليه، بس جيسون ونيكي بيوصلوا في الوقت المناسب وبينقذوا خطيب جورجيا وبيقبضوا على شانون. وبتعترف لهم شانون إنها كانت بتراقب جورجيا وعرفت إنها بتخون خطيبها مع ستانز، فخلصت على ستانز علشان تتقرب أكتر من جورجيا، بس جورجيا خافت منها وقررت تبعدها عن حياتها. ووقتها شانون
اتضايقت وخلصت عليها علشان تاخد مكانها، خصوصا انها بتمتلك كل حاجة هي بتتمناها، وبتتسجن شانون بسبب اللي عملته. وتاني يوم الصبح سيدني بتقرر تعترف لجيسون ونيكي باللي تعرفه، وبيكون كيس قاعد معاهم وبتحكي لهم ان يوم اختفاء كيس كان في الشتاء، وهي كانت رايحة حفلة مع صاحبتها، وساعتها كيس خرج وراها وكان عايز يروح معاهم، بس هي زقته علشان يسيبهم ويرجع للبيت. ووقتها الجليد اتكسر من تحته ووقع في البحيرة وما طلعش. وبتقول لهم سيدني انها خافت تحكي لهم اللي حصل علشان ما يتخلوش عنها، وبتعرفهم ان هي اللي بلغت عن الجثة اللي في البحيرة اللي سي بيفحصها دلوقتي علشان يعرف هويتها. وهنا كيس بيقول لهم ان ده حصل فعلا، وان كان في فتحة تانية في البحيرة وهو خرج منها، وفي طريقه للبيت في واحدة عرضت عليه انها توصله، ولما ركب معاها احتجزته. فبيتوتر جيسون ونيكي من كلام ولادهم، وبيقرر نيكي انه ياخدهم يقعدوا في الوحدة لحد ما سي يقدر يحدد هوية جثة الطفل. وبعدها بيجي لهم انذار باختفاء شخص اسمه كريج، وبيحقق الفريق في اختفائه، وبيبلغهم مايك ان كريج ظابط وكان صاحبه زمان، وانهم اتدربوا هما الاتنين مع قائدهم جورج اللي بلغ عن اختفاء كريج. وبيروح هو ونيكي يقابلوا جورج، وبيعرفهم انه استقال من الشرطة وانه شغال دلوقتي في امن المواني، وكريج شغال معاه، وانه الفترة الاخيرة بدأ يلاحظ تغير في تصرفاته، وخايف يكون كريج اكتشف حاجة عن مجرمين في المينا وهم اللي بيحاولوا يأذوه. فبتروح نيكي مع مايك لبيت كريج، وبيلاقوا هناك فلوس كتير وهويات مختلفة لكريج. وفي الوقت ده بيكلمهم جيسون وبيبلغهم انهم لقوا عربية فيها اثار دم كريج. فبتروح نيكي مع مايك للفندق اللي العربية كانت راكنة قدامه، ولما بيدخلوا بيشوفوا عملاء فيدراليين كتير، وبتطلب منهم الرئيسة انهم يتخلوا عن القضية دي لانها بقت قضية فيدرالية، وده لان كريج خلص على عميلة فيدرالية اسمها نورمان. ولما بيبلغوا جورج انهم اتخلوا عن القضية بيتعصب جدا، وبيفهمهم ان كريج مش ممكن يعمل كده، وبيقول لمايك انه خيب ظنه فيه. فبيتضايق مايك من كلامه لان جورج هو اللي رباه بعد ما ابوه دخل السجن بسبب الاعمال المشبوهة اللي اتورط فيها. وبعدها نيكي بتروح مع جيسون لسي، ومش بيقدر سي انه يوصل لهوية الطفل لان حمضه النووي اتفكك علشان فضل في البحيرة فترة طويلة، بس بيعرف يكون شكل تقريبي للطفل. ولما نيكي وجيسون بيشوفوه بيبقوا محتارين لانه شبه ابنهم جدا، بس مش بيقدروا يتاكدوا هو ابنهم ولا لا. ووقتها كيمي بتعرف ان كريج موجود في كوخ بتاع واحد صاحبه اسمه وولكر، فبتروح مع مايك لكوخ، وهناك بيلاقوا كريج مجروح في بطنه وبينقلوه للمستشفى. وبيقعد مايك يتكلم معاه، وبينكر كريج انه خلص على نورمان، وبيفهمه انه كان بيحقق عن عصابه اسمها إبسلون، ولاحظ ان في شحنات مش متسجله بتوصل للمينا، وبعدها بتروح للعصابه. وفي نفس اليوم مايك بيبلغ جورج انهم لقوا كريج وانه دلوقتي في المستشفى، وان شكوكه كانت في محلها. وفعلا كريج اكتشف فساد بيحصل في المينا، وعشان كده في حد بيحاول يخلص عليه. وبعدها كيمي بتاخد ملف قضيه كريج من المكتب الفيدرالي، وبتقول لمايك انها اكتشفت حاجه غريبه، وهي ان جورج كان عارف نوع الرصاص اللي كريج كان متهم انه استعمله لما خلص على نورمان، والمعلومه دي محدش يعرفها. وبتخمن ان جورج بيشتغل مع العصابه، ولما كريج حاول يكشف العصابه ضغطوا على جورج علشان يخلص على كريج، بس هو ما كانش يعرف مكانه، وعلشان كده استخدم مايك وعرف مكانه. لكن مايك بيرفض يصدق كيمي لانه مش متخيل ان جورج ممكن يبقى فاسد. وبيروح المستشفى لكريج وبيلاقيه اختفى. ووقتها نيكي كانت مع جيسون في المعمل عند سي، وبيعرفوا منه ان الطفل اللي فحصه مش ابنهم لانه اكتشف اثار لعلاج سرطان العظام في الجثه، وكيس مش متشخص بالمرض ده غير انه لقى تطابق لصوره طفل مع طفل كان مختفي زمان اسمه جوناثان. فبيتاكد جيسون ونيكي ان كيس رجع لهم وانه ابنهم بجد، وبتصدق سيدني اخيرا ان ده فعلا اخوها. وبيقول لهم كيس ان دلوقتي مستعد يتكلم عن عمليه احتجازه. وتاني يوم الفريق بيحقق مع جورج، لكن هو بينكر كل التهم اللي متوجهه له وبيرفض يتكلم. فبيخدعوا جيسون وبيفهموا ان العصابه دلوقتي تعرف انه معاهم وهيعترف بكل حاجه، وبياخدوا جورج وبيرجعوه المينا وبيخلوه مكشوف لافراد العصابه. فبيخاف جورج ان العصابه تخلص عليه لانه اتكلم مع الشرطه، وبيعترف لهم انه شغال مع العصابه، وبيقول لهم على مكان كريج. وبيكتشف مايك ان جورج كذب عليه في موضوع ابوه وانه كان ضابط شريف مش فاسد. وبعد كده بنشوف كريج وهو محتجز عند عصابه إبسلون، وبيروح الفريق لمكان كريج وبيقتحموه وبينقذوه. ومع الوقت بنشوف الفريق وهو بيحقق في قضيه بنت اسمها بريانا، وبنعرف انها كانت بتجهز يوم فرحها، وفجاه هجم عليها شخص وصعقها بالكهرباء لحد ما فقدت الوعي، وخدها معاه ومشي. وبيقعد تريفر خطيب بريانا مع الفريق وبيفهمهم انها مدرسه فنون للمرحله الثانويه وبتشتغل اخر الاسبوع في حانه. وبتتواصل كيمي مع صاحب الحانه وبتعرف منه ان بريانا استقالت من 6 شهور، وبتبلغهم كيمي ان
إن بريانا أسست شركة صناعة محتوى وكسبت منها فلوس كتير. فبيروح جيسون وكيمي لمقر الشركة وبيلاقوها عبارة عن أوضة صغيرة جدا بتطلع منها بريانا في بث مباشر للمتابعين مقابل فلوس. وبيكتشفوا إن عندها عدد كبير من المتابعين. وبتعرف نيكي إن في شخص كان بيطارد بريانا على مواقع التواصل اسمه هنري. فبتروح كيمي لبيت هنري وبتتكلم معاه، وبينكر هنري إنه يعرف حاجة عن اختفاء بريانا وبيبقى عنده حجة غياب. وفي نفس اليوم مايك بيعرف إن بريانا وظفت بنت معاها اسمها سام علشان تزود لها عدد المشتركين في قناتها مقابل نسبة من الأرباح. وبيشوف فيديو لبريانا وهي بتعتذر لجمهورها إن ده هيكون آخر فيديو ليها لأنها هتتجوز وهتقفل القناة. وبيخمن مايك إن ممكن سام تكون هي اللي محتجزة بريانا لأنها لو بطلت فيديوهات هي هتخسر. ولما بيقعد مع سام وبيحقق معاها بيعرف منها إن في حد حاول يخترق حساب بريانا وإنها ملهاش علاقة باختفائها. وبعد كده بنشوف كيس وهو في الوحدة وبيحكي إن وقت احتجازه كان قاعد في قبو موجود في كوخ، وإن الست اللي محتجزاه كانت بتسحب منه دم بشكل مستمر. وبيقول لهم إنه ما كانش لوحده وإن كان في ولد تاني محتجز معاه اسمه ماكس. وبيحاول جيسون ونيكي إنهم يوصلوا للست دي وبيساعدهم مايك في التحقيق. وبيقدر يوصل لولد يتيم اسمه ماكس كان مفقود من فترة واللي بلغ عن اختفائه واحد صاحبه اسمه كوري. وبيقعد مايك معاه وبيحاول يعرف منه تفاصيل أكتر عن ماكس. وبيعرفهم كوري آخر مكان ماكس كان موجود فيه وبيفهمهم إنه كان بيتواصل معاه عن طريق جهاز تتبع صغير. وبيستعين جيسون بصاحبه علشان يعرف مكان ماكس باستخدام أجهزة تتبع كتير. وبيقدروا بعدها يوصلوا للكوخ وبيقتحموه بس مش بيلاقوا في حد. وبيلاحظوا آثار لشخص كان محتجز في القبو زي ما كيس قال لهم. وبيلاقوا غرفة سرية موجود فيها هيكل عظمي فبيستنتجوا إن ده يبقى ماكس. وبعد ما بيفتشوا المكان بيلاقوا جثث لأطفال مدفونة قريب من الكوخ فبياخدوا الجثث علشان سي يفحصها ويعرف هويتهم. وبيراجع مايك الرسايل اللي بين بريانا وهنري وبيخمن إن مش هنري اللي كان بيراسل بريانا لأن دي مش طريقة كتابة راجل. وبيقول إن ممكن تكون جلوريا مراته هي اللي احتجزت بريانا بعد ما عرفت علاقتها بهنري. وفعلا بنكتشف إن جلوريا هي اللي محتجزة بريانا ولما بتحاول تطلق سراحها بتهجم بريانا عليها فبتدافع جلوريا عن نفسها وبتضرب بريانا لحد ما بتنهي حياتها. وبتعترف لهنري باللي عملته وبتطلب منه يساعدها في إنهم يتخلصوا من الجثة. وبيروحوا علشان يدفنوها بعيد. ووقتها بتفوق بريانا وبيظهر إنها لسه عايشة فبتحاول جلوريا تخلص عليها بمسدس علشان ما تبلغش عنهم. لكن هنري بيرفض وبيبقى عايز يسيب بريانا تمشي فبتضربه جلوريا بالرصاص بالغلط. وبتخاف بريانا وبتجري من المكان وبتطاردها جلوريا. ولما مايك بيوصل لبيت هنري بيلاحظ آثار دم على الأرض وبيقدر يتتبع موبايل هنري ويعرف مكانهم وبيبلغ باقي الفريق. ولما بيوصلوا لهناك بيلحقوا جلوريا قبل ما تخلص على بريانا وبيفهموها إن هنري لسه عايش وبيقبضوا عليها وبينقذوا بريانا. وبعدها جيسون بيبلغ نيكي إن ماكس مش من ضمن الجثث اللي لقوها وإنه ممكن يبقى لسه عايش. وبيعرفها إنه لما بحث في الشيء المشترك بين كل الأطفال اكتشف إن كلهم اتعالجوا في عيادة واحدة. ولما بيعرض على كيس صور كل الناس اللي اشتغلت في العيادة بيقدر كيس إنه يتعرف على الست اللي احتجزته وبيبقى اسمها إليزابيث. فبيجمع الفريق معلومات عن إليزابيث وبيعرفوا إنها دكتورة جراحة وإن عندها ابن اسمه نوح بيعاني من فشل وظيفي في أعضاء الجسم. وبيبلغهم سي إن كل جثة فحصها كانت ناقصة عضو من أعضاء الجسم. فبيفهموا إن إليزابيث بتحتجز الأولاد وبتاخد أعضائهم تعالج بيها ابنها. وعلشان إليزابيث تعرف تعمل كده لازم تستخدم نوع معين من الدواء وبيبقى الدواء ده ممنوع استخدامه بره المستشفيات. فبيقبض الفريق على موزعين الدواء الغير قانوني وبيعرفوا من واحد منهم المكان اللي إليزابيث كانت بتقابله فيه علشان تاخد منه الدواء. وبيراقب جيسون ونيكي المكان لحد ما بتظهر إليزابيث وبيحاولوا يمشوا وراها بس إليزابيث بتحس بيهم وبتحاول تهرب منهم فبيطردوها. ولما نيكي بتقرب إنها توصل لها بتضربها إليزابيث على راسها لحد ما بتفقد الوعي وبتاخدها معاها للبيت. وبتفوق نيكي وبتلاقي نفسها في أوضة وبتشوف ماكس جنبها مربوط في السرير وبتحاول تخليه يوصل لترابيزة أدوات الجراحة اللي إليزابيث بتستخدمها. وبيقدر ماكس يوصل لآلة حادة وبيفك نفسه هو ونيكي. وبعدها نيكي بتطلب منه يهرب وهي هتحصله وبتستكشف البيت علشان تنقذ نوح من إيدين إليزابيث. ولما بتوصل له بتلاقيه عبارة عن جثة مشوهة بسبب كمية العمليات اللي خاض عليها. وساعتها إليزابيث بتشوفها وبتخدرها فبتفقد نيكي الوعي. وبعد ما ماكس بيهرب بيكلم الشرطة وبيعرفوا منه مكان إليزابيث. فبيروح جيسون لبيت إليزابيث وبيقتحمه وبيقدر ينقذ نيكي وبيقبض على إليزابيث. وبالليل بيجتمع الكل في بيت نيكي وبيحتفلوا بالقبض على الست اللي احتجزت كيس طول الفترة اللي فاتت. وبيخرج كيس يسلم على صاحبه أوليفر قبل ما يمشي وفجأة بتظهر عربية
وبتخبط كيس وبينزل منها واحدة ست وبتركبه معاها بالقوة وبتاخده وبتمشوا. فبيخمنوا إن إليزابيث هي اللي ورا كل ده وإنها عملت كده لأن كيس كان هيشهد ضدها في المحكمة. فبيروح جيسون ونيكي يحققوا معاها، بس إليزابيث بتفهم إنها ما تعرفش حد اسمه كيس، ولما بيوروها صورته بتقول لهم إنها عمرها ما شافت الولد ده قبل كده. ووقتها سيدني بتكلمهم من البيت بعد ما فتشت أوضة كيس وبتعرفهم إنها قرأت في يومياته إن في واحدة ست بتطارده بقالها فترة وإنها بتبعت له رسائل كتير على الموبايل وإنه شافها في عربيتها قصاد البيت قبل كده. فبيعرف الفريق هوية الست دي وإن اسمها إيفلين وليها سجل إجرامي قديم. ولما نيكي وجيسون بيروحوا لبيت إيفلين بيلاقوا كيس هناك وبيحاولوا ياخدوه معاهم، وبتشوفهم إيفلين وبتطلب منهم يبعدوا عن ابنها وبتنادي على كيس باسم لوكاس وبتقول لنيكي وجيسون إنه كان بيكذب عليهم طول الفترة اللي فاتت ومش بيقدر كيس إنه ينكر كلامها. وبيعترف لهم إن إيفلين تبقى أمه وإنها السنة اللي فاتت لما شافت برنامج المفقودين لاحظت الشبه اللي بينه وبين كيس واستغلت ده وطلبت فدية منهم، بس هو ما كانش موافق على كده. وبيفهمهم إن بعد ما عرفت معلومات عن عيلة جيسون حبهم وتمنى إنهم يكونوا عيلته الحقيقية. وفي الوقت ده بيوصل باقي الفريق للمكان وبتهددهم إيفلين بالمسدس وإنها هتخلص على لوكاس لو ما مشيوش من هنا. فبيحاول لوكاس يهديها بس هي بتتوتر وبتضربه بالرصاص بالغلط وبتخلص عليه. وبعد كده مايك بيعرف من ماكس إن فعلا كان في ولد محتجز معاه وبيبقى قصده على أوليفر صاحب لوكاس. ولما بيقعدوا مع أوليفر بيعترف لهم إنه كان عارف حقيقة لوكاس وإن هو اللي قال له كل تفاصيل احتجازه علشان يعرفوا يقبضوا على إليزابيث، لأنه ما كانش عنده الشجاعة إنه يحكي اللي حصل له بسبب شعوره بالذنب إنه هرب من غير ماكس. وبيفهمهم إن لوكاس جمع كل المعلومات اللي يعرفها عن كيس من الأخبار والصحف، وعلشان كده كان عارف تفاصيل كتير عن حياة جيسون ونيكي. وبيبلغهم إنه غير خصلة شعر كيس وهو صغير بخصلة من شعره علشان لو حد شك فيه وحبوا يعملوا له تحليل دي ان ايه. وبيأكد لهم أوليفر إن لوكاس عمل كده علشان يهرب من الحياة اللي كان عايشها. وفي الوقت ده جيسون ونيكي بيتأكدوا إن ابنهم حياته انتهت وبيتجمعوا مع باقي الفريق في البيت علشان يودعوا آخر أمل ليهم إنهم يلاقوه وبيتقبلوا حقيقة وفاته. وانتهى مسلسلنا على كده. فيا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف باقي الفيديوهات يشترك ويفعل الجرس.